باشمهندسي العزيز، باشمهندستي الغالية، تعرف يا باشمهندس ان امتحان السنة اللي فاتت 2025 كان فيه اكتر من 17 مسألة جاية على شابتر 4 بس، شابتر الانتجريشن. ان شاء الله النهارده هنبدأ نراجع مع بعض الشابتر دوت بالاول خالص من الاساس يا راجل، من اول قانون خالص في الانتجريشن. هنمسك نعرف يعني ايه انتجريشن، يعني ايه تكامل، القوانين اللي انا بشتغل بيها، المسائل اللي انا بشتغلها ازاي، يا ترى لو في طريقة تسهل الحل الطريقة دي تبقى عبارة عن ايه. هنمسك كل ده ان شاء الله النهارده ونشتغل عليه مع بعض. قبل ما ابدا صلي بينا على سيدنا النبي، ركز معايا كويس جدا في كل كلمه هتتقال، لان دي تعتبر اخر مره هتسمع فيها شرح، لان بعد كده ان شاء الله هنتجه ان احنا نحل اسئله. فسواء بعد الحصه ديت هينزل لك ان شاء الله الفيديو الثاني اللي هو فيديو حل الاسئله، هيكون عباره عن حل فقط، انا بحل مسائل بس. طيب بعد ما نخلص حل الاسئله هيكون في بعد كده ان شاء الله امتحانات شامله، امتحانات معادله من الالف الى الياء. هنبدا نحل امتحان 50 سؤال هيجي عليه جزء انتجريشن، جزء ديفرنشيشن، هنشتغل فيهم باذن الله تعالى. كل امتحانات المعادله بالنظام الجديد سنه 2022 23 لحد 25 هنختار ان شاء الله كل الاسئله فيهم اللي هي موجوده في منهجنا ونحلها باذن الله. طيب هل ده بس كفايه؟ لا، ده احنا كمان هنمسك ان شاء الله تعالى الامتحانات الاسترشاديه وهنشتغل عليها. امتحانات السنين اللي فاتت الاسترشادي اللي كان جاي منها اسئله السنه اللي فاتت في امتحان المعادله هحلها لك ان شاء الله كمان. بالاضافه كمان لاول مره هنحل امتحانات او امتحان ثانويه عامه دور اول السنه اللي فاتت 2025. يبقى انت معاك امتحانات ثانويه عامه، امتحانات استرشاديه، امتحانات معادله، اسئله، يعني باذن الله باذن الله المراجعات ديت مش يعني ان شاء الله مش بس مراجعات ليالي الامتحان، ده ان شاء الله هيجي منها الامتحان باذن الله تعالى. كل سؤال في المراجعات دي هيكون موجود، وهتكون ان شاء الله باذن الله انت اشتغلته قبل كده وذاكرته وفهمته معايا. اهم حاجه قبل ما ابدا، ورقه وقلم كده، معاك كشكولك، معاك المشروب بتاعك، ونبدا بسم الله اول حصتنا. وتعالى نبدا الاول بالبيزكس بتاعه الانتجريشن او اساسيات التكامل. طيب يعني ايه اساسيات التكامل، او يعني ايه الاول انتجريشن يا باشمهندس؟ والله الانتجريشن كديفينيشن او تعريف هو يعبر عن الانتي ديريفاتيف. كلمه انتي ديريفاتيف يعني هو تعريفه كده. طب يعني ايه انتي ديريفاتيف؟ يعني بيقول لك المشتقه العكسيه. طيب يعني ايه برضو؟ يعني لو انا معايا فانكشن اسمها واي، فالواي دي بعمل لها ديريفاتيف، بجيب لها دي واي باي دي اكس. يعني معايا ساين اكس بديها كوزاين اكس ديريفاتيف، معايا اكس سكوير الديريفاتيف بتاعها 2 اكس، اكس باور 3 اكس سكوير. الدور بتاعنا النهارده ان احنا بنمسك ال 3 اكس سكوير دي نرجعها اكس باور 3، يعني انا بمسك الديريفاتيف ارجعه للداله الاصليه. ماشي، احنا عارفين المعلومه دي وسمعنا عنها قبل كده. طيب القوانين اللي انا بشتغل بيها عباره عن ايه؟ اول قانون عندي يا باشمهندس وهو قانون الكونستانت. لو عندي انتجريشن كونستانت بالمنظر ده بالنسبه لاكس، اي كونستانت بالنسبه لاكس اضرب الكونستانت في اكس. اي كونستانت بعمل له انتجريشن، ادي علامه الانتجريشن ايه بالنسبه لاكس، بضرب الكونستانت في اكس بلس سي. طيب لو الكونستانت بالنسبه لواي دي واي، يبقى اضرب الاي في الواي بلس سي. كلام جميل. طب هندسه لو كان 2 دي اكس يبقى 2 اكس بلس سي. طيب نيجاتيف 3 دي اكس يبقى نيجاتيف 3 اكس بلس سي. يعني انا بضرب الكونستانت بس في ايه؟ في اكس. ماشي ما فيهاش مشاكل. طب دي انتجريشن دي واي ما فيش حاجه، كانها واحد. انتجريشن واحد دي واي يبقى بيساوي واي زائد الايه؟ زائد السي. واحد في واي يعني واي. كلام جميل وزي الفل. طب انتجريشن 4 دي زد يبقى 4، بس انا بعمل انتجريشن بالنسبه لزد يبقى 4 زد بلس سي، اللي هي عكس الديريفاتيف. لما كنا نقول 3 اكس تدي 3، هنا 3 تدي 3 اكس. طيب ايه اللي بعده؟ اذا انا رايح اعمل انتجريشن لقيت عندي اكس باور ان، اكس باور 3، اكس باور 4، اكس باور 5، ايا كان، اعمل لها انتجريشن ازاي هندسه؟ ازود على الباور بتاعها واحد، باور ان بلس 1، واقسم يا باشا على ان بلس ايه؟ بلس 1. الكلام ده زائد السي. يبقى اكس باور ان ازود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد. طيب خد بالك، يعني لو عايز اعمل انتجريشن لاكس دي تبقى اكس هي دي باور واحد زود عليها واحد، يبقى اكس سكوير اوفر ايه؟ اوفر 2 بلس سي. كلام جميل. طب دي جذر اكس. يعني ايه جذر اكس؟ عايز اعلمك الاول حاجه، اي جذر
عايزك ان شاء الله في الشابتر ده اي روت اي جذر حوله لي باور. يعني ده جذر اكس، خليه لي انت اكس باور نص. طب انا ما بعرفش احوله ازاي؟ الاكس ده اسها واحد، الباور بتاعها واحد. طيب الجذر يعني سكوير روت، يعني هنا في 2 بره. يبقى انا لما اجي احل روت الاكس هحولها اكس باور 1 اوفر 2 اللي جوه على اللي بره. طب كلام جميل. طبعا الكلام ده بالنسبه لايه؟ لاكس. طب عايزين نحل دي يا سيدي اكس باور نص، اكس باور نص هزود على النص واحد يبقى اكس باور 3 على الاثنين. حلو، اما ازود واحد يبقى 3 على الاثنين، كلام جميل. هقسم على مين؟ هقسم على 3 على الاثنين. طب خدها قاعده ثانيه، لو هقسم على كسر اضرب في مقلوب الكسر. باشمهندس 3 على الاثنين اقلبها، اقلب ال 3 على الاثنين تبقى 2 على 3. يبقى 2 على 3 اكس باور كام؟ 3 اوفر 2. الكلام ده بلس السي، اوعى تنسى بلس سي. طيب تعال نحل، لسه فيها. يبقى 2 على 3 تنزل زي ما هي اكس باور 3 اوفر 2. ايه راي سيادتك لو خليتها سكوير روت، مش هكتب بقى السكوير خالص، لاكس باور 3، ما غيرتش اي حاجه، بلس سي. دي شكلها اشيك شويه، بنحب نشيك المساله. يبقى 2 اوفر 3 سكوير روت اكس باور 3. طب تعالى نشوف اللي هناك دي 3 اكس سكوير. سيبك من التلاته سيبك منها، اللي في الاول دي سيبك منها. اكس سكوير ازود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد بلس سي. هايل. طب ايه اللي يحصل؟ 3 مع 3 مع السلامه. يبقى الناتج اكس باور 3 بلس سي. سهله دي. طب 1 على اكس سكوير اتصرف ازاي؟ طلع لي الاكس سكوير فوق، يبقى 1 على اكس سكوير تطلع الاكس سكوير فوق، تبقى اكس باور نيجاتيف 2. هايل. زود على الباور واحد، اوعى تقول اكس باور نيجاتيف 3، دي اكس باور نيجاتيف 1 يا هندسه. اقسم على النيجاتيف 1 يبقى هغير الاشاره، الكلام ده بلس السي. يبقى نيجاتيف اكس باور نيجاتيف 1 بلس ايه؟ بلس السي. طيب جميل جدا. ايه اللي بعده؟ باشمهندس لو انا كان عندي انتجريشن جمع او طرح تو فانكشنز دالتين، عندي اف اوف اكس بلس اور ماينس جي اوف اكس، اتصرف ازاي؟ اقسم الانتجريشن على الاف اوف اكس واقسم على الجي اوف اكس، يعني اعمل انتجريشن لكل واحده لوحدها. يبقى الانتجريشن يتوزع في حاله الجمع والطرح، يتوزع الانتجريشن. طب بص على دي 3x سكوير بلس 2x ماينس 3، عايز اعمل انتجريشن، اتصرف ازاي؟ احل كل واحده لوحدها. يبقى دي 3x سكوير، سيبك من الثلاثه، الاكس سكوير تبقى x باور 3 اوفر ال 3. طب دي 2x، سيبك من الاثنين، الاكس باور 1 يبقى باور 2 على الاثنين. طب ماينس 3 احلها لوحدها، ده كونستانت، اي كونستانت تضربه لي في اكس، يبقى نيجاتيف 3x بلس السي. طب 3 مع الثلاثه و2 مع الاثنين، يبقى الانسر هنا x باور 3 بلس x سكوير ماينس 3x بلس c. بس كده. طب الضرب والقسمه؟ لا، ما نوزعش في الضرب والقسمه، احنا بنوزع في حاله الجمع والطرح بس. طيب واحد يفكر يقول لي طب لو كان عندي هنا بدل الداله الاولى دي، بدل ما عندي x باور 2 مثلا كانت x باور نيجاتيف 1، هل دي نقدر نحلها بالقاعده بتاعتنا؟ يعني لو دي x باور نيجاتيف 1 اقدر احلها؟ طبعا لا. طب ليه لا؟ اصل انا x باور نيجاتيف 1 لو جيت ازود على الباور بتاعها 1 هيبقى x باور 0، ولو جيت قسمت على 0 ما مش هينفع، المقام يبقى بصفر، مشكله دي. يبقى انا هنا مش هحلها بالقواعد دي، يبقى انا عندي قاعده تانية احل بيها. يبقى دي كده استثناء من قاعدتنا اللي بناخدها دلوقتي. ماشي، خلي بالك بقى من الحته دي. اللي بعده لو عندي براكت، قاعده 4 انتجريشن براكت، بس خد بالك الاكس باور 1 اللي جوه في البراكت الاكس باور 1 ax بلس b باور n، اعمل ايه؟ البراكت ده هينزل زي ما هو، بص دي ax بلس b باور، ازود على الباور 1 واقسم على الباور الجديد. ده امتى؟ لو اللي جوه اكس بس اس 1. لكن اوعى تنسى تضرب فيه معامل الاكس. تضرب في مين؟ معامل الاكس تحت في الدينيمينيتور. يعني مثلا طبعا الكلام ده بلس سي، يعني جيت قلت لك انتجريشن 2x بلس 1 باور 3، الاكس باور 1 باور 1، طبق القاعده على طول.
ينزل زي ما هو 2x بلس 1 باور الاربعه، زودنا على الباور واحد، اقسم على الباور الجديد اقسم على الاربعه. بس اوعى تنسى اضرب في معامل الاكس، كوفيشنت الاكس هنا 2، يبقى اضرب في ايه؟ في الاثنين، يبقى تحت 4 في 2. يبقى ده بيساوي 1 على 8 تمن في 2x، يبقى اهو 1 على 8 في 2x بلس 1، الكلام ده باور 4 بلس ايه؟ سي. طيب متشكر جدا. طب اللي بعدها كيوب روت اكس ماينس 1، عايز احلها. اول حاجه روت ما ببصلوش خلاص في المنهج، اي روت من هنا ورايح بخليه قوس، يبقى ده يا باشمهندس عباره عن قوس، قوس اكس ماينس 1 باور كام؟ 1 على 3. طب هايل جدا، ابدا حل. يبقى ده لما نحله هزود على الباور 1، يبقى اكس ماينس 1 باور تلت واحد 4 على ايه؟ على التلاتة. ثبت اللي تحت واجمع الاثنين دول، 1 و3 يبقى 4 على 3. طيب اوعى تنسى انا هقسم على مين؟ هقسم على 4 على 3. في مين؟ معامل الاكس. هو معامل الاكس بكام يا هندسه؟ بواحد، مش محتاج اكتبه. طب انا كتبته، خد بالك 4 على 3 انا بقسم عليها، ولو هقسم على كسر اضرب في مقلوب الكسر، يبقى انا بدل ما اقسم على 4 على 3 لا ممكن اروح جاي ايه؟ ضارب هنا، اقول له ده في 3 على ايه؟ على 4 زائد سي. طيب واحد قال لي ممكن نخليه تاني فراكشن او نخليه تاني سكوير روت او كيوب روت، يعني نحوله بقى لصورته العاديه. فننزل ال3 على 4 زي ما هي يا باشمهندس، ادي 3 على 4 اهي، وهنا كيوب روت جواه اكس ماينس 1 باور ال4 بلس السي. كلام جميل. طب ده 1 على 3 اكس ماينس 2 باور 2، 1 على 3 اكس ناقص 2 اس 2. اتصرف ازاي؟ اول حاجه طلع لي ده فوق، يبقى 3 اكس ناقص 2 اس سالب 2، طلع فوق بعكس الاشاره. هايل، يلا نحل. ده قوس الاكس فيه اس 1، يبقى 3 اكس ناقص 2 القوس ينزل وزود على الاس بقى سالب 1. اقسم على الاس الجديد في معامل الاكس، يبقى سالب 1 في 3، فيبقى الناتج 1 على او سالب 1 على 3 في 3 اكس ماينس 2 باور نيجاتيف 1 بلس سي. مفيش اسهل من كده. يبقى انا بزود على الباور، بقسم على الباور الجديد، وثم بعمل ايه؟ بضرب في معامل الاكس تحت، ما تنساش. طيب تعالى بقى نصعبها شويه او نعلى الليفل. البراكت بتاعي كان اي براكت في الدنيا، مش شرط البراكت يكون الاكس فيه اس 1، لا ده اكس اس 2، ده ساين اكس، ايا كان اللي جوه. بس خد بالك من حاجه، البراكت هنا مضروب بره في الديريفاتيف بتاعه. ركز حبيب قلبي، البراكت هنا مضروب بره في الديريفاتيف بتاعه، البراكت مضروب في الديريفاتيف بتاعه. اعمل ايه؟ اشطب الديريفاتيف كانك مش شايفه. هشطب عليه، هشطب عليه. طب وبعدين ازود على الباور بتاع القوس، يبقى ان بلس 1، واقسم على الباور الجديد، الكلام ده بلس سي. ما تنساش بقى ازود على الباور بتاع القوس 1، اقسم على الباور الجديد، والكلام ده بلس سي. طب تعال نبص على دي كده، انتجريشن. ادي انتجريشن اهو، اكس في 3 اكس سكوير ماينس 1 باور 5 دي اكس. يلا بينا. اتصرف ازاي؟ انا عندي براكت اهو، ادي البراكت 3 اكس سكوير ماينس 1. مين الديريفاتيف بتاعه هندسه؟ ديريفاتيف البراكت الجميل ده 6 اكس، يعني لو عملت ديريفاتيف ل 3 اكس سكوير ماينس 1 يدي 6 اكس. هايل جدا. طيب يبقى انا عايز الديريفاتيف بره يبقى 6 اكس. طب هنا في اكس عايزها هنا تبقى 6 اكس، اكس عايزها تبقى 6 اكس. اعمل ايه؟ اضرب هنا في 6 بقت 6 اكس. طب انا غيرت في المساله، انا معايا دلوقتي 100 جنيه ضربتها في 6 بقت 600، يبقى انا عايز اقسم بره على مقلوب ال6، 1 على 6. ما تنساش اضرب جوه واقسم بره على المقلوب. طيب يبقى دلوقتي ده بيساوي، انا هقول كده ال6 اكس ده الديريفاتيف، اشطب عليه انا مش شايفه. طب ده القوس ينزل زي ما هو يا باشمهندس، وازود على الباور 1 يبقى باور 6. اقسم على كام دلوقتي؟ على الباور الجديد، يبقى هقسم على 6. بس اوعى تنسى سيادتك ضارب بره في مين؟ في 1 اوفر 6، اوعى تنساها. طيب خلاص وصلت كده بلس سي. طب اخر حاجه ممكن اضرب تحت 6 في 6 تبقى 36 بس كده. طب تعال نبص على اللي بعده.
انتجريشن اكس سكوير بلس 1 ملتبلاي اكس باور 3 بلس 3 اكس بلس 1 اول باور 7. طب همسك اللي جوه ده، تعال على جنب اهو. انا عندي هنا اكس باور 3 بلس 3 اكس بلس 1، عايز اعمل لها ديريفاتيف، ده يبقى 3 اكس سكوير وبلس 3 اكس تبقى بلس 3 وال1 ده بصفر. طب تعال نبص على هنا، اكس تربيع زائد 1 3 اكس تربيع بلس 3، عايز ايه؟ اضربها في 3. طب ما تضربها في 3، يلا يا سيدي اضرب 3 في اكس سكوير بلس 1 وشوف هيطلع لك الديريفاتيف ولا لا. لو ضربت في 3 بقى الديريفاتيف، بس انا غيرت، يبقى زي ما اضرب في 3 اضرب بره في مقلوب الايه؟ مقلوب ال3. يبقى ال3 في القوس ده كله ده دلوقتي بالنسبه لي الديريفاتيف بتاعي. طيب اتصرف ازاي؟ اشطب عليه كاني مش شايفه، انا مش شايف الديريفاتيف خالص. يبقى ده دلوقتي ازود عليه 1 تبقى اكس باور 3 بلس 3 اكس بلس 1 باور 8، واقسم على الباور الجديد. في واحد شاطر بقى يقول لي مش انت هتقسم على 8 وفي 3 انت ضارب فيها تحت، يبقى ده بيساوي 24. 8 في 3 زائد ايه؟ سي. متشكر جدا. بس كده، هي دي بالنسبه لي قاعده الايه؟ قاعده البراكت. طيب خد بالك بقى هنا من ملاحظه مهمه جدا عايز اكلمك فيها شويه. الملاحظه بتقول لك ايه؟ فرق ما بين حاجتين. الحاجه الاولى القانون اللي انت بتشتغل بيه عادي جدا. القانون بيقول لك ايه؟ اذا ضفت داله عباره عن قوس، فالقوس ده مثلا جواه اكس باور 4 ماينس 3 باور 7، وبره وليكن عباره عن اكس باور 3. فدي القاعده بتاعتي، يعني دي قانون جاهز اهو، براكت وبره الديريفاتيف بتاعي. طيب بس محتاج حاجه فسهله، يعني انا محتاج هنا اضرب في 4 وبره في 1 على 4، امرها سهل. فلما نشطب على ده اكس باور 4 خلاص 4 اكس باور 3، يبقى هزود على الباور 1 باور 8 واقسم على 8 وفي 4 بره انا ضارب فيها. ده القانون بتاعي. لكن فرق ما بين حاجه تانية اسمها التكامل بالتجزئه او انتجريشن باي سبستيتيوشن. طب اعرفه ازاي الانتجريشن باي سبستيتيوشن ده يا باشمهندس؟ بلاقي برضو قوس، يا اما قوس يا اما جذر، بس هو غالبا قوس يعني. طيب القوس ده ايه نظامه؟ ادي مثلا اكس في اكس بلس 1 باور 7، عايزك تفرق لي كده ما بين دي وما بين دي. دي فيها قوس ودي فيها قوس والاثنين باور 7، لكن القوس ده هل الديريفاتيف بتاعه جنبه؟ يعني تعال نبص، اكس بلس 1 الديريفاتيف بتاعها 1. طب اللي بره عندي اكس، هل ممكن اخلي الاكس تبقى 1؟ ممكن لو قسمتها على اكس، بس احنا هنا ما بنعملش كده. يعني انا ما ينفعش اقسم هنا على اكس واضرب بره في اكس، لا، هتطير دي مع دي بس هيبقى اكس بره. وانا ما ينفعش اقسم التكامل على الضرب، خد بالك. يعني ما ينفعش اعمل انتجريشن لاكس لوحدها وانتجريشن للقوس لوحده، لا ما بنعملش كده، لا. يبقى دلوقتي هنا دي فيها مشكله. مشكلتك ايه؟ ان اللي بره مش الديريفاتيف بتاعي، فيبقى دي عباره عن اهي انتجريشن، اهي كده انتجريشن اكس في اكس بلس 1 باور 7، دي هنشتغلها بالتعويض، يبقى دي بالتعويض. يبقى فرق معايا يا باشمهندس، لو كان اللي جوه الديريفاتيف بتاعه بره طبق القانون، الديريفاتيف بتاعه مش بره، لا مش هقدر اشتغل، يبقى ساعتها لازم اشتغل بالسبستيتيوشن. طيب هكلمك فيه برضو كمان شويه. طيب تعالى معايا، اللي جاي ايه؟ انتجريشن اوف تريج فانكشنز او تريجنومتريك فانكشن. ازاي احل الانتجريشن باي تريجنومتريك فانكشن ده؟ بص يا سيدي، اتصرف ازاي؟ اولا انا عندي 6 قوانين اساسيه للتريج فانكشنز، 6 قوانين في اي مساله لازم تبقى عارفها. القانون الاول ديريفاتيف، تعال نتكلم على الديريفاتيف الاول. ديريفاتيف الساين بكوزاين، ديريفاتيف الكوزاين بنيجاتيف ساين، ماشي. التان بتدي سك تربيع، بس الكوتان بنيجاتيف كوسك تربيع، كوسك سكوير يعني. والسك بتدي سك تان، بس الكوسك بتدي نيجاتيف كوسك كوتان.
اكتب عندك الست قوانين دول وتعالى نعكس، تعالى نعكسهم بقى. بص، رقم واحد بيقول انتجريشن ساين اكس دي اكس. انا عايز اعمل انتجريشن لساين اكس. طب الساين اكس يا باشمهندس ادي ساين اكس اهي جايه من ديريفاتيف مين؟ النيجاتيف كوزاين. اوعى تقول كوزاين، نيجاتيف كوزاين. الكلام ده بلس السي. طب الكوزاين جايه من ديريفاتيف مين؟ جايه من ديريفاتيف الساين. ما الساين بتدي كوزاين. جميل قوي كده. يبقى نحفظ تكامل الكوزاين بالساين. يا بخت اللي يحفظ كده معاك. سك في تان، سك في تان جايه من ديريفاتيف السك، يبقى سك في تان تدي سك. طيب الكوسك كوتان يبقى نيجاتيف كوسك. لو الكوسك بس بتدي نيجاتيف كوسك كوتان، في نيجاتيف يدي ده. احفظهم بقى. طيب الكوسك تربيع بنيجاتيف كوتان. طيب السك تربيع او السك سكوير بتان. شكرا. انا عندي كام قانون في الانتجريشن؟ عندي 6 قوانين. لكن كلمتك انا على ان الانجل هنا باكس، الزاويه باكس. طب الزاويه اتغيرت، ما بقتش اكس، بقت مثلا عباره عن 2x minus 1 4 minus 3x وهكذا. اتصرف ازاي في مساله زي دي؟ بص يا باشمهندس، واحد على ديفرنشيت الانجل، واحد على ديريفاتيف الانجل. طيب يبقى واحد على ديريفاتيف الانجل، الفانكشن بيحصل لها ترانسفورم، حول الفانكشن، ثبت الانجل، يعني while the angle remains unchanged، يعني الزاويه بتنزل زي ما هي. يعني 3 حاجات، واحد على ديريفاتيف الانجل، واحد على ديريفاتيف الانجل، ثم اعكس الفانكشن لو هي كوزاين طبق القانون تبقى ساين، ثم نزل الزاويه بتنزل زي ما هي. طيب تعال نطبق الكلام ده. بص يا سيدي، ساين 2x minus 1 عايز اعمل تكامل، واحد على ديريفاتيف الانجل يبقى واحد على ديريفاتيف ال 2x minus 1 دي 2. طيب الساين قانونها نيجاتيف كوزاين، ادي نيجاتيف كوزاين، واللي جوه ينزل زي ما هو 2x minus 1. 3 حاجات عملتهم، 3 حاجات. طب دي سك سكوير تاني سكوير، خد بالك من حاجه، سك سكوير تاني سكوير مضروبه في اكس، مضروبه في اكس، يعني التكامل اهو، انتجريشن اهو، اكس سك سكوير او سك اكس سكوير تان اكس سكوير. عايزك بقى هنا تركز قوي في الحته دي، ركز معايا كده فيها. الانجل هنا ما بقتش الانجل اللي هي ب 2x و3x و4x، ما بقتش اكس اس واحد، ده الزاويه هنا بقت اكس تربيع، ونفسها هنا اكس تربيع، يعني الانجل بقت اكس سكوير، بقت اكس اس 2. اتصرف فيها ازاي؟ دي ما بقتش القانون اللي انا بشتغل بيه، لازم بره يبقى موجود الديريفاتيف، لازم بره يبقى موجود الديريفاتيف. مين اكس تربيع؟ مين الديريفاتيف بتاعها؟ 2x. طيب ما انا بره عندي اكس، طب ما تضربها لي في 2 وبره في نص بقى، انا علمتك. طب استفدت ايه من الشكل ده؟ طب هقول لك دلوقتي. بص، مش ده سك وده تان، ما دي القاعده بتاعتي، مش سك تان بتدي سك، والله سك تان بتدي سك، الانجل بتنزل زي ما هي. طيب معلش الديريفاتيف ده بنعمل فيه ايه؟ نشطبه كاني مش شايفه، يبقى الاجابه نص اللي هو بره سك اكس سكوير بلس سي. تعال اقول لك دي جت منين. فاكر يا باشمهندس في الديريفاتيف لما كنت بقول لك وانت بتعمل ديريفاتيف للسك او الساين او الكوزاين، رقم واحد تضرب في ديريفاتيف الزاويه، تضرب في ديريفاتيف الزاويه وتغير الفانكشن، لو هي ساين تبقى كوزاين، ثم تنزل الانجل زي ما هي. هنا نفس الكلام، بس عشان انا اطبق بقى قانون الانتجريشن لازم بره يبقى مضروب في الديريفاتيف الزاويه. لو الديريفاتيف مش موجود دي قصه ثانيه، لكن الديريفاتيف موجود خير وبركه. طب هنا بص، كوزاين 4 ماينس 3 اكس، ده الاكس اس واحد، يبقى دي القانون بتاعنا الجميل اللي فوق. يلا بينا، القانون بيقول ايه؟ واحد على ديريفاتيف الانجل 4 ماينس 3 اكس، الديريفاتيف بتاعها ماينس 3. الكوزاين الانتجريشن بتاعها يدي ساين، ساين ايه؟ 4 ماينس 3 اكس، الانجل زي ما هي، الكلام ده بلس ايه؟ سي. خلصت، ما فيهاش اي حاجه. طب جوه غيرت لك، يعني تعالى اديك مساله ثانيه اهو. بص، حطيت لك دي كده انتجريشن 3 اكس سكوير كوزاين اكس باور 3 بلس سي، او دي اكس، دي اكس. تعال نحل دي. احلها ازاي؟ رقم واحد، الانجل هنا اكس اس 3، يا رب تبقى فاهم كده، اكس اس 3 دي مش تبع القانون بتاعي، ده ما ينفعش اقسم على الديريفاتيف هنا، لا مش هعمل كده. اكس باور 3 لازم ابص بره على الديريفاتيف بتاعها،
الديريفاتيف بتاعها 3 اكس سكوير، ده موجود وزي الفل اهو، يبقى اشطب عليه، مش محتاج اضربه في حاجه، اشطب عليه بس. كوزاين تبقى ايه؟ ساين، ونزل لي اكس باور 3 يا معلم زي ما هي بلس السي. شكرا، خلصت. طيب اللي بعده ايه؟ يجي بعد كده في جزء تاني عايز اعمل انتجريشن للاكسبوننشال فانكشن. الاكسبوننشال فانكشنز الدوال الاسيه، عايز تعمل انتجريشن للدوال الاسيه، الفانكشن بتنزل زي ما هي، يعني الاي باور اكس تنزل زي ما هي يا معلم اي باور اكس. طب اي باور اي اكس بلس بي يعني غيرت لك في الباور، تنزل زي ما هي اي باور اي اكس بلس بي، لكن اقسم على ديريفاتيف الانج او ديريفاتيف اسف الباور. يبقى لو هي الباور بتاعها مش اكس 2 اكس 3 اكس، اقسم على الديريفاتيف بتاع 2 اكس وال 3 اكس. طب معلش يا هندسه، دي اي باور اي حاجه مش شرط اكس بقى، اي باور اكس سكوير، اي باور ساين اكس، لكن مضروب هنا في الديريفاتيف بتاع الباور. طالما مضروب في الديريفاتيف اشطب الديريفاتيف. النهارده احنا ما بنشوفش الديريفاتيف ده، بنشطبه على طول، مع السلامه، انا مش عايزك في مسالتي. والاي الجميله دي تنزل زي ما هي، اي باور اف اوف اكس بلس سي، تنزل زي ما هي، مش هقسم على حاجه. شكرا جدا. طب تعال نشوف الثلاث مسائل دول ايه الفرق بينهم. تعال نبص كده عليه. اول واحده عندك ايه؟ عندي 2 اي باور اكس. طيب 2 اي باور اكس الاثنين بينزل، اي باور اكس تنزل زي ما هي اي باور اكس. خلاص خلصت. عندك ايه؟ اي باور 3 اكس بلس 1، نزلها تنزل زي ما هي، بس الباور الاس 3 اكس، يبقى هقسم على الديريفاتيف بتاعه. 3 اكس بلس 1 يا باشمهندس الديريفاتيف بتاعها 3، حصل. الكلام ده بلس ايه؟ بلس سي. طب اكس في اي باور اكس سكوير ماينس 5، اكس في اي باور اكس سكوير ماينس 5، اعمل ايه؟ الاكس سكوير ماينس 5 دي الديريفاتيف بتاعها 2 اكس. طب هل عندك بره 2 اكس؟ لا والله ما عنديش، انا عندي اكس بس. طيب ما انت فاهم بقى، طالما احتجت الرقم امره سهل، بس الفاريبل امره صعب، ما بضربش في متغير. انا عايز هنا كام؟ 2، اضرب في 2 واضرب بره في النص. الديريفاتيف ده الزاويه او الديريفاتيف دي تشطب عليه، نزل النص اي باور اكس سكوير ماينس 1 تنزل زي ما هي اي باور اكس سكوير ماينس ايه ال5 ولا ايه؟ الكلام ده بلس السي. نيجي بعد كده يا شباب الاكسبوننشال فانكشن، بس لو الفاليو بتاعت البيز مش اي، كانت نيوميريكال فاليو، يعني قيمه عدديه 3 5 7، مش شرط تبقى ايه. اتصرف ازاي؟ نفس القوانين بتاعتي، نفس القواعد، لكن اقسم على لن الثابت، لن الكونستانت اللي هو موجود تحت. يعني تعالى معايا، اي باور اكس زي اي باور اكس تنزل زي ما هي، لكن اقسم على مين؟ لن الايه. شكرا. طب 3 باور اكس تنزل زي ما هي 3 باور اكس، لكن اقسم على مين؟ لن الايه. وخد بالك من حته هنا جميله جدا عايز افكرك بيها، ركز معايا، الحته دي مهمه جدا جدا. اللن يا باشمهندس لو عندي كده لن ايه، فعايزك تعرف اللن ده اصلا ايه؟ يعني ده بيساوي ايه؟ بيساوي لوجاريزم لعدد طبيعي اللي هو الاي، عدد اويلر. يعني لن هو نفسه ده، واللي جواه ايه؟ طيب ايه الحته في دي؟ يعني انا قلتها لك قبل كده في جزء الديفرنشيشن، اللن ده لوجاريزم البيز ايه. عايز اقول لك على حاجه بقى، هل انت عارف ان انا لو بقسم واحد على لوجاريزم فممكن اطلع اللوجاريزم ده من تحت لفوق؟ زي ما انا زمان كده كنت بطلع الاكس سكوير من تحت لفوق تبقى اكس باور نيجاتيف 2. هنا نفس الكلام، انا هطلع اللوجاريزم من تحت لفوق، بس لما يطلع اللوجاريزم فوق اعكس اماكن اللي فوق واللي تحت، الاي والاي يتعكسوا، يبقى لوجاريزم اي لبيز اي. خد بالك، يعني انا هنا من حقي بدل ما اكتب 3 باور اكس على لن ايه، لا اعكس، اطلع اللن ده فوق، يبقى 3 باور اكس في لوجاريزم اي لبيز ايه. الحته دي مهمه جدا جدا من قوانين اللوجاريزم، ان انا لو بقسم على لوجاريزم ممكن اضرب فيه اللوجاريزم بس اعكس اماكن اللي فوق واللي تحت. طب خش على دي، 2 باور ساين اكس في كوزاين اكس، الساين الديريفاتيف بتاعها بره، شكرا اشطب عليها ونزل الاكسبوننشال فانكشن زي ما هي. 2
2 باور ساين اكس، لكن اقسم على مين؟ لن الكونستنت اللي هو لن ال 2. يا تلاقيها كده في الاختيارات يا تلاقيه مطلع لك اللن 2 فوق، هي بالظبط ما فيهاش اي اختلاف. طيب اللي بعده انتجريشن اوف اللوجاريزم فانكشن، الدوال اللوجاريزميه او الدوال اللوجاريزميك. ايه الدوال اللوجاريزم ديت؟ بص، هي سؤال هيبقى سؤال عادي جدا بس الانتجريشن بتاعه بيدي لن. طيب تعال نبص عليها. 1 على اكس، فاكر من شويه لما قلت لك اكس باور نيجاتيف 1 ليها قانون؟ هو ده القانون بتاعها. 1 على اكس يا باشمهندس ده بيساوي لن ابسوليوت الاكس بلس سي. تعالى معايا افهمك ليه. زمان لما جيت عملت ديريفاتيف للن اكس، ديريفاتيف اللن اكس، كنا بنقول كده اللن بنشطب عليها واللي جوه بينزل تحت واللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، يبقى ديريفاتيف اللن اكس بواحد على اكس. طب يبقى انتجريشن 1 على اكس بلن اكس، بس بنحط ابسوليوت بس. طب ليه بنحط ابسوليوت برضو؟ لان 1 على اكس ممكن الاكس يبقى باي قيمه موجب او سالب، بس اللن انا عايز اللي جوه يبقى موجب بس، فعشان كده لازم نحط ابسوليوت فاليو. طيب وبقاعده عامه بقى، لو اللي فوق ديريفاتيف للي تحت، ودي مهمه جدا جدا جدا، مهمه جدا، اللي فوق ديريفاتيف للي تحت، اللي فوق ديريفاتيف لايه؟ للي تحت، اتصرف ازاي؟ خد لن ابسوليوت اللي تحت. طيب ما تيجي نبص على دي، اكس على اكس سكوير ماينس 1. طيب اللي فوق مش الديريفاتيف، الديريفاتيف بتاعه اللي تحت 2 اكس، يبقى اضرب هنا في 2 واضرب بره في نص. كده اللي فوق الديريفاتيف اللي تحت اتصرف ازاي؟ يبقى لن ابسوليوت اللي تحت اكس تربيع ناقص 1، وما تنساش تضرب هنا بره في النص. طب تعال نحل دي. اكس ماينس 2 على اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 1. تعالى يا سيدي، ادي اكس سكوير ماينس ال 4 اكس بلس 1. مين الديريفاتيف بتاعك؟ قالت لي 2 اكس ماينس 4. طيب يا 2 اكس ماينس 4 انت موجوده فوق؟ لا انا موجود عندي اكس ماينس 2. طب ازاي من اكس ماينس 2 اوصل ل 2 اكس ماينس 4؟ امسكها اضربها زي ما هي في 2. طيب يبقى انا همسك دي كده اخليها 2 اكس ماينس 4 ضربتها في 2 واضرب بره في نص ما انساش، واللي تحت يبقى زي ما هو اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 1 دي اكس. طيب اخيرا انزل النص زي ما هو، والمنظر اللي جوه ده يبقى لن ابسوليوت اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 1. اصل اللي تحت الديريفاتيف بتاعه ايه؟ موجود فوق، يبقى ناخد لن ابسوليوت اللي تحت. طيب واحد بقى شاطر في اللوجاريزم كده، ممكن النص ده نرفعه باور للي جوه، يعني دي ممكن تتكتب كده، هي بالظبط لن ابسوليوت روت اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 1. الروت ده اللي هو اس نص يعني. قوانين اللوجاريزم داخله معايا، يعني انا هنا بدل ما اخلي النص بره ممكن اطلعه باور للي جوه، والباور طبعا طالما باور هاف يبقى بنص او بروت يعني بسكوير روت. طيب تعال نخش بعد كده الجزئيه اللي بعد كده هنتكلم فيها عن الانتجريشن باي سبستيتيوشن او التكامل بالتعويض. طيب ازاي اعمل تكامل بالتعويض او اشتغل عليه ازاي؟ بص يا صديقي، قبل ما اكلمك في الانتجريشن باي سبستيتيوشن تعال نستخدم حاجه اسمها الديفرنشالز. يعني ايه ديفرنشال؟ اسمها بالعربي كده تفاضلي، جايه من كلمه ديريفاتيف. الديفرنشال مهمه جدا جدا عشان اشتغل في السبستيتيوشن او التعويض. طيب ازاي اعمل الديفرنشال ده؟ اتصرف فيه ازاي؟ بص، انا عايزك تعمل ديريفاتيف للايكويشن عادي، بس جنب كل رمز زود دي الرمز. يعني مثلا عندي هنا زد، اعمل لها ديريفاتيف عادي كانها اكس تبقى 1، بس زود دي الرمز هنا دي زد بيساوي ادي اكس سكوير، اعمل لها ديريفاتيف 2 اكس. طب زود دي الرمز يعني يبقى اكس سكوير دي ايه؟ دي اكس. طب ال1 ده كده كده بصفر، صفر في اي حاجه بصفر. طب الديفرنشال يعني هات لي دي اكس، كلمه ديفرنشال يعني دي الرمز، انا عايز دي اكس
تبقى الدي اكس عباره عن ايه؟ اقسم على ال 2 اكس يبقى 1 على 2 اكس في دي زد، دي في دي زد. دي خد بالك اللي انا بعوض بيها في المساله، فدي مهمه جدا. طب تعال نبص على اللي هناك دي، زد بتساوي روت اكس سكوير ماينس 2. ايه رايك لو بعدنا الماينس 2 هناك يبقى زد بلس 2 ايكوال سكوير روت الاكس. طب ما تيجي نربع الطرفين، يبقى زد بلس 2 باور 2 ايكوال اكس. يلا نعمل ديريفيتيف، اكس تبقى دي اكس. جميل جدا. ده قوس انزل الاس اطرح منه واحد، اضرب في ديريفيتيف اللي جوه ده زد الديريفيتيف بتاعه واحد، واضرب هنا في دي ايه؟ في دي زد. يبقى دي اكس بالمنظر ده. طب تعال نحل ده. زد بتساوي كيوب روت 2 اكس بلس 1. عايز اجيب الاكس في طرف لوحدها، يبقى اسهل وانا بجيب الدي اكس اعمل كيوب للطرفين، يبقى دي زد باور 3 بتساوي، لما اخد كيوب لده الكيوب روت يطير، يبقى هنا 2 اكس بس بلس 1. جميل جدا. اودي الواحد يبقى زد كيوب بتساوي ماينس 1 بتساوي 2 اكس. طب اقسم على الاثنين، يبقى هنا نص زد كيوب ماينس نص بيساوي اكس. يلا هات الديفرنشال بقى، اكس تبقى دي اكس، بعمل ديريفاتيف وازود دي اكس. نص زد كيوب، نص زد كيوب انزل الباور 3 يبقى 3 على الاثنين زد سكوير. جميل جدا جدا. في مين؟ في دي زد. متشكر جدا. ناقص حبيب قلبي النص ده كونستنت، الديريفاتيف بتاعه زيرو، يبقى انا كده خلاص خلصت وجبت الديفرنشال بتاعي. طيب تعالى اللي بعده. باشمهندس الديفرنشال ده مهم في ايه؟ وانا جاي احل بقى مساله زي دي، تعالى وركز كده معايا قوي قوي وصحصح لي ان الجزئيه اللي جايه ديت عليها لازم سؤال في الامتحان. طيب الفكره هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اعمل لي انتجريشن للمنظر ده. عندك اكس باور 3 في اكس سكوير بلس 1 باور 5. طيب لما اجي ابص على مسالتي، هل اللي جوه ده الديريفاتيف بتاعه بره؟ فكر كده، هل اللي جوه ده ينفع يبقى الديريفاتيف بتاعه بره؟ والله الديريفاتيف بتاع ده 2 اكس واللي بره اكس باور 3. لا ما ينفعش افكر خلاص، مش هقدر احل بالقانون بتاعي بتاع الاساسي. لكن ابدا افكر في حاجه تانية. اخوك مصطفى قال لك النهارده لو الديريفاتيف مش بره فكر في السبستيتيوشن، فكر ان انت تشتغل بالسبستيتيوشن. وغالبا في اي مساله او اغلب المسائل اللي فيها اقواس يا اما هتتحل بالقانون على طول يا اما هتتحل بالسبستيتيوشن غالبا. بقول لك اهو. طيب هل ينفع افك البراكت ده؟ لا برضه ده براكت اس 5، هفكه بقى بباينوميال سيرم وقصه كده هتبقى ايه صعبه ومش هلاقيها في الاختيارات. فابدا افكر طب ما اعملها سبستيتيوشن. طب احل ازاي؟ بص يا سيدي، وانت جاي تحل ان شاء الله هنمشي على 5 خطوات اوعدك لو مشيت عليهم تحل اي مساله سبستيتيوشن بالمنظر ده. طيب رقم 1، افرض هنقول لت، نفترض ان اللي جوه القوس اكس تربيع زائد 1 باي رمز وليكن بواي. انا فرضت اللي جوه القوس. الخطوه الثانيه اسمها خطوه فايند الاكس، هات الاكس. طب هنا اكس تربيع زائد 1 بواي، طب اجيب الاكس ازاي؟ ودي الواحد وخد جذر، تبقى الاكس هنا عباره عن سكوير روت واي ماينس 1. ودينا الواحد وخدنا جذر. طيب رقم 3، هات الديفرنشال اللي انا علمته لك. اكس تبقى دي اكس، وهنا جذر واي ناقص 1 اعمل له ديريفاتيف عادي جدا، تحت يبقى 2 في الجذر وفوق ديريفاتيف اللي تحت الجذر 1 في دي واي يبقى دي واي. 1 2 3 يبقى فرضنا جبنا الاكس جبنا الدي اكس. الخطوه الرابعه هندسه هنعوض. الخطوه الرابعه اسمها خطوه التعويض. تعال نعوض كده. اكس باور 3 حبيب قلبي، ادي اكس باور 3. تعالى مين الاكس؟ اهي الاكس اهي، قيمتها ايه؟ جذر واي ناقص 1. يبقى هنا جذر واي ناقص 1. باشمهندس اكس تربيع زائد 1 قيمتها ايه على بعضها؟ اكس تربيع زائد 1 بواي، يبقى هنا دي واي، بس هي واي باور 5 تنزل زي ما هي واي باور 5. طب الدي اكس يا باشمهندس قيمتها ايه؟ الدي اكس، الدي اكس بدي واي على 2 في جذر واي ناقص 1، يعني دي بتساوي دي واي
على 2 جذر واي ناقص ايه؟ ناقص 1. جميل جدا. طب انا عايز ايه ده انا لما عملت سبستيتيوشن المفروض المساله تبقى اسهل، دي اتعقدت يعني، دي بقت اصعب، ده انا اسيب المساله احسن يعني، ده درجتين يعني بناقص. احل ازاي بقى دلوقتي؟ لا عايزك تصحصح بقى كده واحنا جايين نعمل سمبليفاي، فوق بقى معايا. يبقى واي ناقص 1 تحت الجذر اس 3، ادي واي ناقص 1 اهي. هي في جذر يعني اس نص ومرفوع له اس 3 يتضربوا في بعض، نص في 3 يعني 3 على 2. جميل قوي. في مين؟ في واي باور 5 على 2 جذر واي ناقص 1 يعني واي ناقص 1 اس نص. هايل. طب ما انا عارف ان ده وده نفس بعض، واي ناقص 1 واي ناقص 1 ومقسومين، يبقى في حالة القسمة بطرح الباورز، صح كده؟ في حالة القسمة بطرح الباورز، 3 على 2 ناقص نص بواحد. يبقى ده عبارة عن واي ناقص 1 بس كده، باور 1. 3 على 2 ناقص نص، كده اختصرت ده ومع ده. طيب في مين تاني ما اختصرتش؟ واي اس 5 ما اختصرتهاش، وعلى 2 في 2 تحت يعني نص بره هنا. يبقى ده كده اختصار للي فوق دي واي. طيب ما تيجي نوزع جوه النص واي باور 5 ده، وزعه جوه. يبقى هنا نص واي باور 6 ناقص نص واي باور 5 1 يعني نص واي باور 5 دي واي. كلام جميل وزي الفل. اللي بعده زود على الباور اقسم على الباور الجديد، زود على الباور اقسم على الباور الجديد. يبقى هنا واي باور 7 على 14، 2 في 7 ب 14 ناقص واي باور 6 على 12 زائد سي. خلصنا؟ لا ما خلصناش. اخر خطوه رجع المساله لاصلها، شيل الواي وشيل الواي. انا قلت لك 5 خطوات، انا حليت كده 4 خطوات. الخطوه الخامسه هندسه، هشيل كل واي عندي واحط مكانها قيمتها الاصليه اللي انا فارضها. يعني انا فارض الواي اساسا باكس تربيع زائد 1، اعوض بقيمتها. فيبقى ده بيساوي كده اهو، الحل الاخير بيساوي 1 على 14، ادي 1 على 14 في مين؟ واي باور 7، لا دي قيمتها اكس تربيع زائد 1 اس 7. الكلام ده ناقص 1 على 12 في اكس تربيع زائد 1 اس 6، الكلام ده زائد سي. فواحد يرد يقول لي هو انا هعمل كل ده في الامتحان عشان سؤال بدرجتين؟ اقول لك يا باشمهندس احنا عندنا حل تاني اسهل، بس ده بعدين. يعني لما رايح احل امتحان كده اقول لك يا عم في طريقه تجيبها بالاله الحاسبه لو ما عرفتش، بس طول ما انا عارف الطريقه ما احلش بالاله. طول ما انا عارف الطريقه وشايفها سهله، يعني شايف ان انا اقدر اوصل للحل ما احلش بالاله. دي انا بالنسبه لي سهله، يعني بالنسبه لي كطالب، لو انا طالب مكانك هيحسها سهله. ليه؟ لان هي قوانينها او طريقتها ثابته، 1 2 3 4 هكذا. المسائل الصعبه هي اللي فيها فكره مبتكره. يعني انا قلت لك مساله مثلا كده من وحي الخيال، حلها هيحتاج ان انت تشغل دماغك قوي، لكن ده انا بصيت على مسالتي قوس الديريفاتيف بتاعه مش بره، 5 خطوات، 1 2 1 هات الواي ثم افرض الواي ثم هات الاكس في طرف لوحدها ثم اعمل ديريفاتيف وهات الديفرنشال، خد الثلاثه دول عوض بيهم فوق، اختصر اعمل انتجريشن، رجع المساله لاصلها. الخطوات دي لو حليت 50 مساله سبستيتيوشن هتخش الامتحان تحل السبستيتيوشن ده وانت مغمض، التعويض ده ان شاء الله يبقى سهل معاك. طيب نخش على اللي بعد كده. عندي انتجريشن باي بارتس، التكامل بالتجزئه. اعمل ايه في الانتجريشن باي بارتس بقى؟ اول حاجه هعرفه ازاي؟ هلاقيهم ضرب دالتين، زد في دي واي، داله في داله. يعني ايه؟ يعني بص كده، انتجريشن اكس في كوزاين اكس، دي فانكشن ودي فانكشن، دي من عيله اسمها بولينوميال ودي من عيله اسمها تريجنومتريك. الدالتين الجمال دول مضروبين في بعض، مش هقدر اوزع. اتصرف ازاي؟ هل الزاويه دي الديريفاتيف بتاعها بره؟ اشطب الديريفاتيف والكوزاين تبقى ساين؟ لا مش بره. يعني بص لو دي غيرت بس 2، رفعت الاكس بقت اكس سكوير، عارف خلصت المساله خلاص، والله خلصت. اكس سكوير تبقى هنا 2 اكس، ادي 2 وبره هاف. وبعدين اشطب الديريفاتيف والكوزاين تبقى ساين، يبقى ساين اكس سكوير بلس سي. خلصت. لكن عارف انت دلوقتي لما ما حطيتليش باور 2 اجبرتني ان انا اعمل ايه؟ اجبرتني ان انا غصب عني ادور على طريقه ثانيه، انتجريشن اكس في كوزاين اكس. طب الطريقه الثانيه بتقول ايه؟ بص يا هندسه، وانت جاي تحل سبستيتيوشن بتعمل اي
دي، وانت جاي تحل انتجريشن باي بارتس قصدي، بتعمل اي دي. الطريقه اسهل بكتير من طريقه السبستيتيوشن. بتعمل ايه؟ طالما ما عندكش لن في المساله، حط الجزء اللي يوصل لصفر في الديفرنشيشن. تاني، طالما ما عنديش لن في المساله، ما عنديش لوجاريزم، هحط الجزء اللي يوصل للصفر في الديفرنشيشن. مين يوصل للصفر؟ الاكس. طب الباقي في الانتجريشن، يبقى هنا الكوزاين في الانتجريشن. طيب الاكس الديريفاتيف بتاعها واحد، والكوزاين الانتجريشن بتاعها ساين. الواحد الديريفاتيف بتاعه زيرو، والساين الانتجريشن بتاعها نيجاتيف كوزاين. كلام جميل وزي الفل. اعمل ايه بعد كده؟ حاصل ضرب ده في ده بالموجب، حاصل ضرب ده في ده بالسالب. فيبقى عندي الحل النهائي اكس في ساين اكس بالموجب، ناقص في ناقص يعني موجب، بوزيتيف 1 في كوزاين اكس تبقى كوزاين اكس بلس سي. وشكرا، خلصت مسألتي. طيب لو في لن هناخد قاعده ثانيه، بس خد بالك. يبقى دلوقتي لو انا عايز اعمل انتجريشن لدي اهي، اسمها ايه؟ انتجريشن زد دي واي. بص يا سيدي، بعمل اي وبعمل ايه؟ دي. طيب الدي واي تتحط في الانتجريشن، والزد تتحط في الديريفاتيف. الدي واي الانتجريشن بتاعها يدي واي، والزد الديريفاتيف بتاعها اسمه دي زد. القاعده العامه بتقول لك ايه؟ حاصل ضرب ده في ده بالموجب، ناقص تكامل ضرب ده في ده. ده في ده بالموجب ناقص تكامل ضرب ده في ده. لو اللن حضرت هنشتغل بالقانون ده، لو في لن في المساله. يبقى هنا ده عباره عن ده في ده، يبقى زد في واي ناقص انتجريشن واي دي زد. ده القانون الاساسي، ده لو مفيش لن في المساله. طيب تعال نشوف مسائل بتبقى عامله ازاي. بص يا سيدي، عندي حالتين، يا اما حاله ما فيهاش لن، يا اما حاله فيها لن. خد بالك انا قلت ما فيهاش لن، يعني اكس في كوزاين، اكس في ساين، اكس في سك سكوير، كل ده ما فيهوش لن. طبق القانون اللي بقول لك عليه ده. طيب القانون بيقول ايه؟ بعمل اي واعمل دي. جميل. مين يوصل للصفر في الديريفاتيف؟ الاكس تربيع. حطها لي في الديريفاتيف، وبعد اذن جنابك وصلها لي للصفر. طب الاي باور اكس في الانتجريشن، اعمل لها انتجريشن. انتجريشن دي اجمل داله في الدنيا، بتنزل زي ما هي. حاصل ضرب ده في ده بالموجب، حاصل ضرب ده في ده بالسالب. طب في حاجه ثانيه، يبقى حاصل ضرب ده في ده بالموجب. طب لو في حاجه ثانيه تبقى بالنيجاتيف، بعدين بالبوزيتيف، وهكذا. طب يبقى الحل النهائي بيساوي، يلا بينا، اكس سكوير اي باور اكس ماينس 2 اكس في اي باور اكس بلس 2 اي باور اكس بلس ايه سي. متشكر. ممكن اخد اي باور اكس كومن فاكتور او اسيبها كده. طب اكس لين اكس عايز احلها، ادي اي وادي دي. هنا في لين اكس، بعد اذنك اي لين اكس ظهرت، طالما حطينا لين اكس في مساله، حطها لي في الديريفاتيف وانت مغمض. ما بنعملش انتجريشن لللين، لازم في الديريفاتيف. اي لين اكس في الديريفاتيف. خد بالك من الحته دي، مهمه جدا يا جماعه. طب هنا الاكس غصب عني احطها في الانتجريشن. عارف كان على عيني احطها في الديريفاتيف عشان اوصلها للصفر واشتغل زي دي، بس طالما اللين حضرت، اللين ليها الاساس، ليها الاولويه. في عندي حاجه اسمها الاولويه بتاعتي في التعويض. احط مين في الديريفاتيف؟ هل ده ليه قانون؟ ليه قانون. تحط اللين الاول، ليها اولويه عن اي حاجه. طيب الديريفاتيف بتاع لين اكس واحد على اكس، ما انا عارف، اشطب اللين وده ينزل تحت واللي فوق الديريفاتيف بتاعه. الاكس انتجريشن يبقى اكس تربيع على الاثنين. جميل. هل ده ممكن يوصل للصفر؟ فكر كده. واحد على اكس يعني اكس باور نيجاتيف 1 توصل للصفر؟ مستحيل. يبقى طالما ما ينفعش توصل للصفر لازم اوقف، يبقى اعمل ده في ده ناقص ده في ده. يبقى نخش بقى ده في ده بالموجب، ده في ده بناقص تكامل. يبقى بيساوي اكس سكوير على الاثنين في لن الاكس ناقص تكامل اكس سكوير على الاثنين في واحد على اكس. طب ما الاكس دي تتكنسل مع واحده من اللي فوق، مظبوط، يبقى ده نص اكس. طب ما تيجي نحل دي، يلا بقى نحل الانتجريشن اللي هناك ده. اكس سكوير على الاثنين لان اكس ناقص اكس سكوير على الاثنين في نص زائد سي. يعني ممكن اقول دي اختصار كده، اكس سكوير على 4 زائد ايه؟ سي.
بس كده، هو ده الانتجريشن باي بورز. حاله اولى، حاله ثانيه، ركز في الحالتين دول علشان ان شاء الله مش هيخرج عنهم الامتحان. طب ما تيجي نفرق ما بين الثلاث افكار دول وناخد ملاحظه مهمه جدا جدا جدا. الثلاث افكار دول فيهم لن اكس، الثلاثه فيهم لن. طيب اول فكره، واحد على اكس لن اكس، عايز احلها. بص يا صديقي، طلع لي الاكس فوق كده، دي كانها ايه؟ لما تطلع الاكس فوق تبقى اكس باور نيجاتيف 1 على مين؟ على لن اكس. طب ما تيجي معايا خد بالك من حاجه مهمه جدا. مين ديريفاتيف اللن اكس؟ فاكر ديريفاتيف اللن اكس بمين؟ بواحد على اكس which is equal to x باور نيجاتيف 1. مظبوط، يعني واحد على اكس هي نفسها دي، هي نفسها اكس باور نيجاتيف 1 والله. يبقى دلوقتي لو انا خد بالك بقى، عندي داله تحت والديريفاتيف بتاعها فوق، يا رب تبقى فاكر فانكشن تحت الديريفاتيف بتاعها فوق، كنا بنعمل ايه؟ بناخد لن ابسوليوت للي تحت. فانكشن تحت والديريفاتيف بتاعها فوق، ناخد لن ابسوليوت للي تحت، يبقى لن ابسوليوت لن اكس، يبقى لن اكس بلس سي. امتى يا باشمهندس؟ لو الفانكشن اللي تحت الديريفاتيف بتاعها فوق، يبقى واحد على اكس لن اكس تدي لن اكس. طب تعال نبص على دي. اللي فاتت كانوا الاكس واللن اكس موجودين مع بعض تحت، هنا لن اكس فوق واكس تحت، اعمل ايه؟ تعالى يا سيدي طلع لي الاكس دي فوق، او بلاش تعال نكتبها كده، واحد على اكس اهي في لن اكس، هي والله ما غيرتش حاجه، واحد على اكس في لن اكس، هي كانها لن اكس على اكس. طب اتصرف ازاي؟ تعالى نتخيل دي كانها براكت اس واحد، مش ده قوس؟ باشمهندس مش ده قوس؟ وانا من شويه قلت لك لو عندي قوس الديريفاتيف بتاعه جنبه، قوس الديريفاتيف بتاعه جنبه، اشطب الديريفاتيف ثم ازود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد زائد السي. انا مركز جدا النهارده، كل معلومه في الانتجريشن تبقى عندك، احنا خلاص يعتبر في المراجعات، يبقى اي معلومه تبقى موجوده كده، لان اكس باور 2 اوفر 2 وال2 دي ما تنزلش في الاول، دي مش تعتبر باور للي جوه اللن، لا عشان ننزلها بالقاعده، لا ده باور للبراكت كله، دي معناها لن اكس في لن اكس مضروبين في بعض، يبقى هنسيب المساله زي ما هي. طب بص دي بقى اكس لن اكس، دي اللي انا بقى بقول لك عليها، دي اللي انا بقول لك عليها، ضرب دالتين ما لهمش علاقه ببعض، داله بولينوميال وداله لوجاريثم ما لهمش علاقه ببعض، لازم اعمل انتجريشن باي بورز، لازم اعمل انتجريشن اروح هنا على جنب اقول اي واقول دي، الاكس هنا واللن اكس غصب عني هنا، ده واحد على اكس، ده اكس سكوير على الاثنين، ده في ده ناقص تكامل ده في ده، يبقى بيساوي اكس تربيع على الاثنين ناقص تكامل ده في ده هيدي نص اكس، يبقى هيساوي طبعا في لن اكس في الاول، يبقى هيساوي اكس تربيع على الاثنين لن اكس ماينس اكس سكوير اوفر 4 او 1 اوفر 4 اكس سكوير بلس مين؟ بلس السي. شكرا ايه جدا. طيب تعالى لي بقى يا باشمهندس اما اقول لك كده على ايه يعني اهم نقطه من نقط الانتجريشن اللي ممكن تلاقيها كتير جدا وانت بتقلب في امتحان 2025 او 2024. النقطه بتقول لك لو انا ما اديتلكش سؤال انتجريشن صريح كده، ده انا مدي لك حاجه بتعبر على ان انا شغال انتجريشن. طب يعني ازاي يعني؟ مش هقول لك اعمل لي انتجريشن، لكن هقول لك اف ذا سلوب اوف تانجنت، لو كان ميل المماس للكيرف عباره عن فانكشن زي دي. طيب انا عارف كلمه انتجريشن تعني الانتي ديريفاتيف او المشتقه العكسيه. طب السلوب اوف تانجنت ما هو الديريفاتيف، ما انا لما اقول لك السلوب اوف تانجنت للكيرف بيساوي كذا، اعرف كده يا باشمهندس ان هو ده اصلا الديريفاتيف. يبقى انت بتقول لي ان الدي واي باي الدي اكس بتساوي اكس اي باور نيجاتيف اكس اللي هو مديهولك ده، يبقى ده كده الديريفاتيف. طيب بيقول لي ايه؟ find the equation of the curve، يوجد لي المعادله اللي هي واي، وقايل لي ان هو passes through البوينت نيجاتيف 1 و 3. طيب جميل جدا جدا، انت دلوقتي مديني الديريفاتيف وعايزني اروح اجيب لك الفانكشن الاصليه، اعملها ازاي؟ بالانتجريشن. طيب خلاص، يبقى انا همسك الفانكشن دي اعمل لها انتجريشن. يبقى بما انك انت بتقول لي دي واي باي دي اكس بيساوي اكس في اي باور نيجاتيف اكس، يبقى الواي بتساوي انتجريشن اكس في اي باور نيجاتيف اكس.
طيب ما اجي على جنب بقى كده اقول له ادي اي وادي دي، يبقى هنا الاكس وهنا اي باور نيجاتيف اكس، نوصل لزيرو زي ما اتفقنا. اي باور نيجاتيف اكس تنزل واقسم على المعامل اللي هو نيجاتيف 1، ومره تانية انزلها واقسم على النيجاتيف، يبقى هنا بوزيتيف. ده في ده بالموجب وده في ده بالسالب. خلاص جميل. يبقى هنا بيساوي نيجاتيف اكس اي باور نيجاتيف اكس، نيجاتيف في بوزيتيف يعني نيجاتيف، نيجاتيف ايه 1 في اي باور نيجاتيف اكس باي باور نيجاتيف اكس بلس السي. دي مين يا باشمهندس؟ الواي. يبقى دلوقتي الواي او معادله الكيرف الاصليه بتساوي نيجاتيف اكس في اي باور نيجاتيف اكس ناقص اي باور نيجاتيف اكس زائد سي. تعال نعد الرموز اللي هنا. واي ادي اول رمز، اكس ادي تاني رمز، وسي تالت رمز. يبقى انا عندي تلات رموز، واي واكس وسي. السي ده انا ما كنتش يعني متعود عليه في اول شابترين ديفرنشيشن، ما بيبقاش مكتوب الفانكشن زائد سي، بتبقى زائد 5 زائد 3 زائد سالب 1 يعني نيجاتيف 1. يبقى انا عايز اعرف السي ده بكام. طب اعرفه ازاي؟ هو الراجل مديني معلومه اهي، دي بتستفاد بيها، بتعوض بيها. طب ما تيجي نعوض. هو قايل لي الاكس بسالب 1 والواي ب3. تعال نعوض بقى كده. يبقى الواي يا باشمهندس قيمتها بكام؟ ب3. 3 بتساوي الاكس بسالب 1، يبقى سالب في سالب 1 بموجب 1، واي باور سالب السالب 1 يعني دي تبقى اي باور 1 ناقص اي باور نيجاتيف اكس يعني اي باور، انا احط الاكس بسالب 1 سالب في سالب بموجب يعني اي باور 1 زائد ايه؟ زائد السي. طب ما تيجي نحسب كده الكلام ده. اي باور 1 ماينس اي باور 1 يتكنسلوا مع بعض، يبقى سي بتساوي كام؟ بتساوي 3. اذا سي بتساوي 3. طيب تقدر بقى دلوقتي تقول لي معادله الكيرف شكلها عامل ازاي؟ هتنزل زي ما هي هنا بس تحط 3. يبقى الواي بتساوي نيجاتيف اكس في اي باور نيجاتيف اكس ماينس اي باور نيجاتيف اكس، الكلام ده بلس كام؟ بلس 3. اقسم بالله من اهم الافكار اللي هتيجي عندك كتير، وان شاء الله جايه عندك السنه دي 100% في الامتحان. طيب هيجيب لي ايه السنه دي؟ هيقول لي هات لي بقى الواي اللي انت جبتها دي وعوض لي عن اكس مثلا ب5. يبقى انت هتشيل كل اكس وتحط 5 وتلاقيها عندك في الاختيارات وتختارها. يبقى خد بالك لازم اجيب الواي خطواتي ثابته، انتجريشن عوض بالنقطه هتجيب الواي ان شاء الله بتاعتك. نخش على اللي بعده. ايه اللي بعد كده؟ ذا ديفينيت انتجرال. لو عندي انتجرال from A to B ل f داش x dx. الانتجريشن العادي كنا متعودين اي انتجريشن عادي بنزل الفانكشن الاصليه f of x. يعني هنا f داش الانتجريشن الفانكشن الاصليه من الاف داش اللي هي f. طيب لكن هنا بنعمل عمليه اسمها عمليه التعويض من A ل B. يعني بعمل ايه؟ بقول له ده بيساوي، بعوض مره باللي فوق f of b ماينس اللي تحت f of a. ازاي؟ يعني مثلا لو عندي انتجريشن من نيجاتيف 1 ل 3 للفانكشن اسمها 3x سكوير دي اكس، اول خطوه اعمل انتجريشن عادي جدا 3x سكوير، اسيب الثلاثه وازود على الباور واقسم على الباور الجديد، يبقى ده بيساوي x باور 3. ما بضيفش كونستنت، بعمل قوس اقول له من سالب 1 ل 3، اذا ده يساوي. اعوض مره باللي فوق مكان كل اكس، هنا اكس ب3 تبقى 3 باور 3 ناقص اعوض باللي تحت يبقى سالب 1 اس 3، يبقى ده بيساوي 3 اس 3 يعني 27 ناقص سالب 1 اس 3 يعني سالب 1، يبقى الناتج هنا بيساوي 28. طب خد بالك من حاجه هندسه، ده كده ما عنديش مشكله فيه. طب الانتجريشن ده بيخش على الاله الحاسبه، الديفينيت انتجريشن، الديفينيت انتجريشن يخش. طب بعمل ايه؟ بقول له هنا عندي في زرار تحت الالفا عليه علامه الانتجريشن وبيكون ديفينيت على طول. طيب اتعامل مع السؤال ازاي؟ ادي 3 عايز اكتب الاكس، هقول الفا، اول حاجه نكتب الثلاثه بعدين نقول الفا قوس مقفول، الفا قوس مقفول يبقى 3 اكس سكوير. الكلام ده من نيجاتيف 1 لحد الثلاثه، ادوس يساوي، قال لي
ده 28. يبقى الاجابه عندي هنا ب 28، ما عنديش اي مشكله. يبقى لو السؤال عندي جاي لي جاهز كده، لا حله لي على الاله اسهل، مفيش مشكله. انما تعالى كده بقى نعمل مقارنه كده خفيفه ما بين الديفينيت انتجريشن والانديفينيت. اولا نبدا بالانديفينيت. هنا رقم واحد كده اهو، لازم نضيف سي. هنا لازم نضيف سي، هنا لا مش لازم نضيف سي، مش بنضيف ايه السي. طب ده اول حاجه. طب حاجه تانية غير السي، هنا الناتج عباره عن الناتج يساوي فانكشن داله. هنا الناتج داله يا باشمهندس، ساين تدي نيجاتيف كوزاين 2 اكس تدي اكس سكوير، لكن هنا الناتج عباره عن فاليو، رقم، والفاليو دي بتساوي قيمه اريا او مساحه. مساحه ايه؟ تحت كيرف، تحت منحنى. يبقى الناتج اللي بيظهر ده عباره عن مساحه تحت ايه؟ تحت إيه المنحنى. يبقى خد بالك ده هنا الناتج فانكشن وبنضيف سي، لكن هنا ده الناتج بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن قيمه عدديه، والقيمه العدديه ديت عباره عن ايه؟ اريا تحت الكيرف، وهفهمك كمان شويه بالظبط. طيب ايه تاني؟ عندي بقى حاجه اسمها البروبرتيز اوف ديفينيت انتجرال، خواص التكامل المحدد. ركز بقى معايا عشان دي مهمه قوي. خواص التكامل المحدد يا باشمهندس بتساعدك وانت بتحل مسائل كتير في الامتحان، ان هو الراجل مش غبي لدرجه ان هو يجيب لك سؤال مباشر تجيبه بالاله الحاسبه، لا ممكن يشغل لك شويه في القوانين فتبقى عارف القوانين دي بتتكلم في ايه. طيب اول قانون يقول لك لو اتساوت حدود التكامل، لو اتساوت حدود التكامل بقى انتجريشن من 2 ل 2، من 5 ل 5، من 7 ل 7، اتساوت الحدود كده كده، لما بخلص انتجريشن هطرح اللي فوق ناقص اللي تحت يبقى صفر. ما هو نفس الحاجه، ده اداني 5 هيديني 5 لما بعوض يعني. يبقى لو الحدود متساويه الناتج بصفر. خلاص، من حقي بقى اجيب لك سؤال صعب واقول لك الحدود من 7 ل 7، يبقى على طول ده بيساوي صفر. طب تاني واحده، لو رايح اعمل انتجريشن من A ل B من حقي اشقلب الحدود، يبقى سالب انتجريشن من B الى مين؟ الى A. يبقى سالب انتجريشن اشقلب الحدود. خد بالك لو شقلبت الحدود من B الى A اعكس الاشاره. لو شقلبت الحدود اعكس الاشاره، احفظها بقى. لو شقلبت الحدود من A ل B بقت من سالب B الى A اعكس الاشاره، بدل ما موجب تبقى سالب. طيب خد دي بقى، لو انا رايح مشوار من A ل B، تعالى كده معايا، انا رايح دلوقتي مشوار من A الى B اهو، ممكن اخده مره واحده اهو، مره واحده من A ل B، او اقسمه عند نقطه هنا اسمها C، فاخد المشوار من A ل C ومن C ل B، فيبقى ده بيساوي انتجريشن زائد انتجريشن من A الى C زائد من C الى B. طيب السي ده رقم لازم يكون ينتمي للفتره بتاعتي من A ل B، لازم. وطالما هنتهي بالسي ابدا بالسي، يعني بص من A ل C يبقى من C ل B. طب انا رايح مشوار من 1 ل 10، هقسم عند السبعه، موجوده من 1 ل 10؟ موجوده، يبقى من 1 ل 7 زائد من 7 ل 10. طب بلاش، انا رايح مشوار عند من 1 ل 30، من 0 ل 30، هقسم عند ال 15، مش شرط في النص اي رقم، يبقى من 0 ل 15 زائد من 15 ل 30. احفظها دي مهمه جدا يا باشمهندس. اللي بعدها عندي بعد كده ملاحظه على حاجه اسمها ايفن فانكشن واود فانكشن. يعني ايه ايفن فانكشن؟ يعني داله سيمتريك about الواي، متماثله حوالين محور الواي. ازاي تعرفها؟ ازاي؟ هتلاقيها داله جميله جدا زي كده، يمينها زي شمالها، يمينها زي شمالها، ادي محور الواي مرايه يمينها زي شمالها. طيب اعرفها ازاي لو الداله مش موجوده، يعني مش مرسومه قدامي؟ ومش هتبقى مرسومه قدامك بالمناسبه. يقول لك الشرط بتاعي عشان تبقى دي داله اود او داله ايفن قصدي، اف اوف نيجاتيف اكس ايكوال اف اوف اكس. يعني ايه؟ بص يا صديقي، عندي فانكشن جه قال لي الراجل واي بتساوي اكس اس 4، وعايز اعرف هل دي فانكشن ايفن ولا مش ايفن. اول خطوه اختار اي قيمتين من دماغك
اي قيمتين، بس بشرط لو اخترت 3 اختار معاها -3، لو اخترت 5 اختار -5. طب انا هختار 2 يبقى اختار كمان -2. القيم اللي انت اخترتها عوض بيها في الفانكشن الاصليه بتاعتك. يبقى هنا اكس اس 4 يعني 2 اس 4 تطلع الناتج بيساوي 16، وهنا -2 اس 4 يطلع برضو الناتج بيساوي 16. ملاحظ ايه؟ القيم ما اختلفتش، يبقى انت هنا خدت الاثنين وخدت هنا -2، القيمتين هنا وهنا ادوني نفس الناتج على الواي، ما اختلفتش، تبقى دي اسمها ايفن فانكشن، يبقى دي اسمها ايفن فانكشن. طب الداله الاود فانكشن هي داله فانكشن مالها سيمتريك في حاله من السيمتريه، بس سيمتريك ايه؟ سيمتريك اباوت الاوريجين بوينت، متماثله حوالين نقطه الاصل. طب اعرفها ازاي؟ الاقي داله زي كده اهي، بص، اليمين عكس الشمال، يمينها عكس ايه؟ شمالها، بالمنظر ده كده. طيب اعرفها ازاي لو الفانكشن مش مرسومه؟ قال لك اف اوف نيجاتيف اكس ايكوال نيجاتيف اف اوف اكس، اف اوف نيجاتيف اكس ايكوال نيجاتيف اف اوف اكس. طب ازاي اعرفها بالطريقه بتاعتنا؟ لو مثلا عندي الفانكشن واي ايكوال، ما بديك مثل يعني اكس باور 3. طب ايه الفانكشن الجميله دي؟ هاخدها مره اعوض لي باي قيمتين بالمناسبه، هاخد مثلا 3 و-3. اختار اي قيمه، بس مش عايز القيمه دي تخلي لي الفانكشن تساوي 0، لان لو هنا 0 وهنا 0 مش هعرف احدد الناتج يعني. ف3 اس 3 يبقى 27، -3 اس 3 يبقى -27. ملاحظ ايه؟ ده الدالتين ادوني نفس الناتج بس باختلاف الاشاره، هنا ادوني نفس الناتج بس بنفس الاشاره. يبقى لو الداله ادتني نفس الناتج بالرقمين بس باختلاف الاشاره تبقى دي اسمها اود فانكشن، داله فرديه. طب لو ادتني نفس الناتج ونفس الاشاره تبقى ايفن. طب لو ما ادتنيش نواتج متشابهه 5 و-10 33، النواتج دي مش متشابهه، تبقى الفانكشن نايذر ايفن نور اود، لا زوجيه ولا فرديه. طيب خلاص، عرفنا الداله الزوجيه وعرفنا الداله الفرديه، استفاد بيها ايه يا باشمهندس؟ بص يا صديقي، الداله الزوجيه ليها قانون بنحفظه كده في الانتجريشن، يقول لك انتجريشن من نيجاتيف A الى A. خد بالك التكامل ازاي؟ من نيجاتيف A الى A، من -3 ل3، من -4 ل 4 للفانكشن الايفن. التكامل ده بيساوي 2 في تكامل من 0 ل A اف اوف اكس. يعني هو بيقول لسيادتك مش انت عايز تكاملها من -2 ل2، عايز تاخد الحته دي؟ طب ما من -2 ل2 هي من 0 ل2 مضروبه في 2، مش اليمين زي الشمال، صح كده؟ طب انت دلوقتي عايز تكامل، هنا بقى ايه القانون بتاعي اللي انا هحفظه؟ تكامل الفانكشن دي من -A الى A للاف اوف اكس يا باشمهندس، دي اكس بيساوي 0. طب ليه 0؟ اقول لجانبك اصل هو دلوقتي انت لما تيجي تكامل من -A هنا الى A هنا، فانت بتاخد المساحه دي او الجزء ده والجزء ده. طب ما ده جزء بالسالب وده جزء بالموجب، سالب وموجب يطيروا بعض يديني 0 على طول. يبقى ده القانون ايه بتاعي. خش على ايه؟ على اللي بعد كده. طب ما تيجي بقى نحفظ القوانين زي ما قلنا، من نيجاتيف ايه لايه. خد بالك دي بتساوي مين؟ 2 في تكامل من 0 لايه، 2 في تكامل من 0 لايه، او 2 في تكامل من -A ل0، هي 2 في تكامل من -A لمين؟ ل0، هي. طب دي من -A لايه؟ لا دي على طول واحنا متفقين واحنا مغمضين على طول بصفر. طب بص على دي، من A ل B، من A ل B عايز ابدل، بص هي نفسها، هي من A الى B، من -B لSA، يعني اعكس الحدود واعكس الاشارات لنفس الفانكشن اف اوف اكس. طبعا لازم تكون داله ايه؟ زوجيه. لو مش مصدقني تعالى بص، احسب دي كده، طلع الاله الحاسبه واحسب. احسب لي انتجريشن اكس باور 4 في كوزاين اكس، احسبوا لي من -2 او بلاش، احسبوا لي كده من 1 ل 3. طلع ورقه، طلع الكالكوليتر واحسب واحفظ الرقم على جنب.
طالما هتدخل كوزاين خلي الاداه راديان ما تنساش. طيب دي من اكس اس 4 كوزاين اكس هتنزل زي ما هي. احسب لي دي اكس اس 4 كوزاين اكس بس من سالب 3 لسالب 1. هتلاقي القيمتين متشابهين بالملي، دي بتساوي دي. فانا عندي خاصيه بتقول لي اعكس الحدود واعكس الاشاره. لو عايز، لو سالك في الامتحان، لو سالك يعني قال لك مثلا اف انتجريشن من سالب بي لسالب A اف اوف اكس ايكوال 16 واف اوف اكس ايفن داله زوجيه، زن قول لي بقى انتجريشن من A ل B اف اوف اكس بيساوي كام؟ هتقول له برضه بيساوي 16. ده بيساوي ده يا باشمهندس. دي هي دي. طب الاود شبهها بس بعمل حاجه، بعكس دول. دي من تبقى من نيجاتيف بي للنيجاتيف ايه، بس اغير كمان الاشاره اللي بره. يبقى هغير اشاره الانتجريشن وهغير ايه اللي فوق واللي تحت باشاراتهم. دي كانت الخواص اللي ليها علاقه بالايفن واللي ليها علاقه بمين؟ بالاود. طيب ما تيجي نشوف شويه مسائل على الجزئيه دي. تعالى. انتجريشن من سالب 3 ل 3 اكس باور 5 ساين اكس على اكس سكوير بلس 1. الداله اللي جوه دي ما بعرفش اعمل لها تكامل، ما اعرفش. طب اتصرف ازاي؟ تعال نمسك الاله الحاسبه كده نشوف حاجه. في حاجه انا شاكك فيها كده. اكس باور 5 بلس ساين اكس على اكس سكوير بلس 1 اهي. تعال نكتبها. ادي اكس باور 5 بلس ساين الاكس على اكس سكوير بلس 1. انا شاكك كده ان الداله دي ممكن تبقى داله اود، تبقى داله فرديه. فهقول له كالك عوض لي مثلا، اختار اي قيمه كده 5 مثلا. كالك ب5 وندوس يساوي. قال لي 120.1. حلو قوي. طب ما تيجي ندوس كالك سالب 5 يساوي. قال لي سالب 120.1. القيمتين نفس الناتج بس باختلاف الاشاره. خلاص يبقى انت داله اود كده، انا فهمت. يبقى دي داله اود، فبالتالي انا بكامل داله اود من سالب 3 ل 3. يبقى الناتج ده بيساوي كام؟ 0 وانت مغمض. يبقى هنا الاجابه 0. طيب اف اوف اكس ساين كيوب اكس دي داله اود برضه، جربها بالاله. عايز يكملها من سالب باي على 2 لباي على 2، يبقى الاجابه 0. بتسهل عليك. طب من سالب 2 ل 2 ودي داله، او قال لي اف انتجريشن من سالب 2 ل 2 اف اوف اكس ده بيساوي 0. في حته ناقصه هنا. انتجريشن من سالب 2 ل 2 اف اوف اكس بيساوي 0. زن الاف اوف اكس مي بي ايه؟ مين من دول دوال اود عشان يبقى التكامل بتاعها بيساوي 0. يبقى انا هختار دي. لو جربتها تطلع ايفن، دي هتطلع اود، دي هتطلع نايذر، ولا دي ولا دي. ودي نفس الكلام برضو، نايذر ايفن نور اود. يبقى انا عايز الداله انت بتكملها من سالب 2 ل 2 اديتك 0، يبقى لازم تكون داله اود، تكون الاكس. يبقى الاختيار الصح الاختيار بي. طب هنا من سالب 2 ل 2 اكس باور 4 ماينس 1 ممكن احسبها بالاله الحاسبه على طول، او ممكن اشوف ان دي داله ايفن داله زوجيه، فممكن اجيبها عن طريق 2 في تكامل من 0 ل 2. يبقى ده بيساوي كده 2 في تكامل من 0 ل 2 اكس باور 4 ماينس 1. طب ما تيجي نحلها عشان نثبت المعلومه. ادي 2 بره، تكامل اللي جوه اكس باور 5 اوفر 5 ماينس تكامل ال1 باكس. الكلام ده من 0 لكام؟ من 0 ل 2. يبقى 2 هعوض مره بالاثنين واعوض مره بالصفر. لما اعوض بالصفر دي سهله تدي صفر على طول. لما اعوض بالاثنين 2 اس 5 32، يبقى هنا 32 على 5 ناقص مين؟ ناقص لما اعوض هنا بالاكس ب 2 يبقى ناقص 2. يبقى الاجابه 2 في 32 على 5 ناقص الايه؟ ناقص ال 2. يعني دي هتبقى 22 على 5 في 2، يعني هتبقى 44 على 5. يبقى ده اجابه السؤال في طيب الآخر. نخش بعد كده على الجزئيه اللي ليها علاقه بالفانكشن اللي متعرفه على قاعدتين والابسوليوت. في ناس ما بتحبش المسائل دي، فركز كده معايا فيها اقول لك هتعمل فيها ايه. بص، وانا جاي اشتغل عايز ايه؟ انتجريشن من سالب 2 ل 2. في اي مساله زي دي بعد اذنك اعمل خط اعداد بعد اذنك. ادي سالب 2 وادي 2. بعدين عملنا خط اعداد. حط لي الرقم اللي انت مديهولك الراجل في السؤال اللي هو مقسم لك عنده التكامل ده او مقسم لك عنده الفانكشن. لو موجود الرقم ده في الفتره اكتبه،
ده سالب واحد موجود من سالب 2 ل 2، اقسم بالله موجود، حطه هنا. طب مش موجود، ما تكتبش حاجه على الخط. اسال نفسك بقى سؤال، اسال نفسك سؤال، يا ترى الخط متقسم منطقه ولا منطقتين؟ من سالب 2 لسالب 1 منطقه، من سالب 1 ل 2 منطقه، يبقى متقسم منطقتين. المنطقتين دول موجودين فين؟ من سالب 2 لسالب 1 بعد السالب 1 ولا قبل السالب 1؟ فكر كده. من سالب 2 لسالب 1 قبل، يعني لو خدت مثلا رقم سالب 1.5 قبل السالب 1، يبقى مين هنا في اللي فوق اكس اصغر من السالب 1 اهي، اكس اصغر من السالب 1، يبقى هنا دي 2 اكس كيوب بلس 3، ده الجزء اللي اصغر من سالب 1. طب من سالب 1 ل 2 0 1 1.5 اكبر من السالب 1، يبقى اكس اكبر من السالب 1، يبقى 3 اكس زائد 4. شكرا، خلصت. يبقى هنا الاريا، يبقى هنا التكامل اللي هو عايزه، انت عايز تكامل من سالب 2 ل 2 حصل، عايز تحسب كده تكامل من سالب 2 ل 2 الاف اوف اكس، ده بيساوي حاصل جمع تكاملين، هقسم على تكاملين من سالب 2 لسالب 1 اهو، زائد من سالب 1 ل 2. اشتغلت بالخاصيه الثالثه لو فاكر، ممكن اقسم الانتجريشن على اكتر من انتجريشن بشرط اللي انتهي بيه ابدا بيه. ده هنا هاخد 2 اكس كيوب بلس 3، ده هنا هاخد 3 اكس بلس 4، واحسب ده واحسب ده واجمعهم. ده كان سؤال جاي السنه اللي فاتت في امتحان المعادله بالاله الحاسبه، يخلص في دقيقه جبت الناتج. هي الفكره كده، عارف الفكره هتشتغل ان شاء الله. طب ابسوليوت اكس ماينس 4، يا اما تجيبها على الاله الحاسبه على طول، يا اما تعمل ريديفاين تعرف الابسوليوت. انا عندي داله الابسوليوت اهي، ادي ابسوليوت اكس ماينس 4 اتكلمنا فيها كتير جدا كتير جدا. الابسوليوت بيتعرف ازاي؟ بص يا باشمهندس، هتعمل هنا تعريفين، نزل اللي جوه الابسوليوت زي ما هو، اعكس اشاره اللي جوه الابسوليوت. خلصت. نزل اللي جوه الابسوليوت زي ما هو، اعكس اشاره اللي جوه. طب اللي انا نزلته زي ما هو اكس اكبر من او تساوي، طب اللي انا عكست اشارته يعني ضربته في سالب، يبقى اكس اصغر من. طيب اكس اكبر من او تساوي، اصغر من مين؟ الرقم اللي يصفر الابسوليوت يا باشمهندس. شوف الابسوليوت يصفر امتى؟ ده اكس ماينس 4، تصفر امتى؟ لما احط اللي جوه باربعه، يبقى هنا 4 وهنا 4. اقسم بالله لازم تيجي فكره زي دي، لازم تيجي في امتحان المعادله. طيب وصلت خلاص، اعمل ايه؟ دي زي اللي فاتت باشمهندس، دي فانكشن اسمها بيز وايز فانكشن، ده اللي معرفه على قاعدتين. عايز اعمل ديفينيت انتجريشن، اعمل خط اعداد على طول كده. فين الفتره اللي انت عايزها؟ من 0 ل 6، ادي 0 وادي 6. انا عايز اعمل انتجريشن هنا. اسال نفسك سؤال واحد لوجه الله، الفانكشن من 0 ل 6 متعرفه في جنب واحد ولا في الجنبين؟ تعال نبص على الرقم اللي قسمها، الاربعه. هل الاربعه دي من 0 ل 6 موجوده؟ موجوده. طالما موجوده حطها على الخط بس. اصبح الخط فتره ولا فترتين؟ لا فترتين، من 0 ل 4 ومن 4 ل 6. خلاص يا معلم، يبقى الانتجريشن من 0 ل 6 ابسوليوت اكس ماينس 4 ده يساوي حاصل جمع 2 انتجريشن 1 زائد 1 من 0 ل 4 زائد من 4 ل 6. طب من 0 ل 4 اسالك سؤال، اكبر من الاربعه ولا اصغر من الاربعه؟ هات عيل صغير كده جاوب عليه، اكبر من الاربعه ولا اصغر من الاربعه؟ اكيد اصغر. لو خدت 3 مثلا اصغر. فين الفرع اللي اصغر من الاربعه؟ سالب اكس زائد 4. طب من 4 ل 6، لا ده اكبر من الاربعه. فين الفرع اللي اكبر من الاربعه؟ لا ده اكس ناقص 4. مش مهندس انا مش هحل. طب ليه مش هتحل؟ اصل انا عندي آلة حاسبة وانا عارف وانت عارف ان الديفينيت انتجريشن بتجاب بالآلة الحاسبة، ما نحورش على بعض. طلع الآلة الحاسبة احسبه على طول، خلصت خش على اللي بعده بسرعة كده. اريا اندر ذا كيرف، المساحة تحت المنحنى. اعمل ايه؟ والله يا باشمهندس المساحة تحت المنحنى حالة من 3 لو جاي لك الكيرف مرسوم، حالة من 3 لو جاي لك الكيرف مرسوم. لو جاي مرسوم، مش مرسوم هنعمل حاجة تانية. لو جاي مرسوم، يا الكيرف فوق محور الاكس، يا الكيرف تحت محور الاكس، يا الكيرف فوق وتحت محور الاكس. طب صلي بينا على النبي. فوق محور الاكس الاريا بتساوي تكامل من A ل B اف اوف اكس دي اكس. بس كده ديفينيت انتجريشن للفانكشن في الحدود من A ل B. يبقى لو انا عايز مساحه المنطقه الجميله دي، هشوف الفانكشن بتاعتي اللي مديهاني في السؤال بكام او بايه، والحدود بكام بالظبط من A ل B.
من 1 ل 3 من 2 ل 5 هكذا. طب لو الفانكشن تحت محور الاكس، ركز معايا، الفانكشن تحت محور الاكس، الجزء اللي انت عايز تعمل له اريا او تحسب له مساحه تحت المحور، يبقى الاريا بتساوي نفس القانون من A ل B اف اوف اكس. بس خلي بالك من حاجه، لما تحسب الديفينيت انتجريشن ده يطلع بسالب 5 او بسالب 10 او باي رقم سالب، لان المنطقه تحت المحور. انا في الاريا لازم تبقى بالموجب، فناخد ابسوليوت فاليو. يبقى اكتبها لك فوق اهي، ملاحظه مهمه جدا، الديفينيت انتجريشن التكامل المحدد عادي يطلع سالب، بس الاريا المساحه لا، غصب عني المساحه دايما لا تساوي سالب، يعني دايما موجبه، الاريا دايما موجبه. طيب اللي بعده هنا ايه بقى؟ منطقه فوق منطقه تحت، منطقه فوق منطقه تحت، اتصرف ازاي؟ بص تخيل كده معايا ان انا إيه المنطقه اللي تحت دي كانت مثلا بسالب 3، واللي فوق دي كانت ب10، واللي تحت دي كانت بسالب 5. تعالى كده اقول لك، انت لو حسبت على طول انتجريشن من A الى B على طول كده دايركت، كانك بتجمع، ما الانتجريشن يعني تكامل او تجميع، سالب 3 وسالب 5 سالب 8 وموجب 10 يدي 2، يبقى كاننا بنقول ان المساحه ب2. طبعا ده غلط، لكن المساحه 3 و5 8 و10 18. طب انا اعرفها ازاي؟ لازم اقسم الانتجريشن. بص هنا الاريا تتجاب ازاي؟ 3 تكاملات، 3. الانتجريشن الاولاني من A ل C، ادي من A ل C. طب الفانكشن بتاعتي هسألك سؤال، موجبة ولا سالبة؟ التكامل ده موجب ولا سالب؟ ده فوق ولا تحت؟ لا ده تحت، يبقى نحط هنا ابسوليوت فاليو. لو يطلع بسالب 5 خده انت ب5. طب اللي بعده من C ل D، ادي من C ل D للفانكشن، فوق ولا تحت؟ ده فوق محور الاكس، سيبه زي ما هو. طب اللي بعده من D ل B، ادي دي وادي بي، الفانكشن اسمها اف اوف اكس، فوق ولا تحت؟ لا ده تحت، يبقى ناخد له ابسوليوت. ده لو كان ايه يا باشمهندس؟ لو كان الرسمه بتاعتي موجوده. طب خد بالك بقى من حاجه، طيب لو الداله بقى عندي مش مرسومه، الفانكشن جايه لي هو بيقول لي احسب لي الاريا، وجاي قايل لي بص الفانكشن الواي عباره عن مثلا اكس سكوير ماينس 4، ادي الفانكشن بتاعتي، وعايز يحسب الاريا مع الاكس اكسس، يا يقول لك على طول كده مع الاكس اكسس، يا يقول لك واي ايكوال 0. ما هو الاكس اكسس معادلته واي ايكوال 0، ويقول لك مثلا الحدود بتاعتي من اكس بتساوي 0 لحد اكس بتساوي 5، دي الحدود. اعمل ايه؟ انا مش شايف الفانكشن دي فوق ولا تحت ولا ايه ظروفها، خدها ابحث الاشاره بتاعتها، ساويها بالصفر. يبقى هقول له رقم 1 احط الواي بصفر، يعني اكس سكوير ماينس 4 ايكوال 0. طب وبعدين اودي واجيب الجذر، يبقى اكس بتساوي موجب او سالب الاثنين. اعمل خط اعداد لطيف ولذيذ كده، الفتره بتاعتي من 0 ل5، انا بدرس او الارقام اللي صفرت لي الداله من سالب 2 او سالب 2 و2. اعمل ايه؟ ابحث الاشارات، اختار رقم من 0 لسالب 2، قول سالب 1، عوض، يبقى هنا موجب 1 ناقص 4، يبقى هنا سالب، يبقى الداله هنا تحت المحور. من سالب 2 ل 2 بصفر، 0 تربيع ناقص 4 يعني 0. لحظه واحده، احنا بنقول من 0 لايه؟ من 0 ل5. سالب 2 اصلا مش موجود جوه الفتره من سالب 2 ل5، مين موجود بس؟ الاثنين. يبقى دلوقتي انا بكمل من 0 ل5، الاكس بموجب وسالب 2، بس مين موجود في الفتره اللي هو مداني من 0 ل5؟ الاثنين بس، مفيش السالب. خلاص، يبقى انت دلوقتي وانت جاي هتعوض مرتين، مره من 0 ل 2. تعال نجرب الواحد مثلا، 1 سكوير ماينس 4 تبقى نيجاتيف 3، يبقى هنا سالب يعني تحت. طيب من 2 ل5 جرب الثلاثه، 3 تربيعها 9 ناقص 4 يبقى 5، يبقى هنا موجب، يعني هنا الداله فوق. اذا وانا جاي احل التكامل هيبقى ده عباره عن ايه؟ اريا بتساوي تكامل من 0 ل 2 للاف اوف اكس اللي هي اكس تربيع ناقص 4، زائد تكامل من 2 ل5 برضو الاف اوف اكس اللي هي عباره عن اكس تربيع ناقص 4. بس خد بالك من حاجه، ده هنا سالب، نحط له ايه؟ ابسوليوت فاليو. طيب ايه كمان عايز اقول لك عليه في الحته دي؟ عايزك تعرف كده في معلومه كده مهمه جدا عايز اقول لك عليها. اذا انا اديتك في سؤال
تو فانكشنز دالتين. قلت لك بص انا معايا فانكشن كده اسمها اف اوف اكس، ومعايا داله ثانيه اسمها جي اوف اكس، ادي دالتين اهو، وعايز احسب الاريا بس الشيدد اريا بتوين ذا تو فانكشنز، المساحه المحصوره ما بينهم، وليكن تقاطعهم كان عباره عن A و B. سيادتك وانت جاي تشتغل قانون الاريا بيساوي تكامل من A ل B طرح الدالتين، طرحهم اللي فوق ناقص اللي تحت، اللي فوق f اوف x ناقص اللي تحت g اوف x. واحد رد قال لي طب انا لو مش شايف الدالتين اعمل ايه؟ انا مش شايفهم، ما اعرفش مين فوق ومين تحت، وما اعرفش التقاطع فين. اقول لك اول حاجه في الحل، رقم واحد خطوات الحل بتاعتك. اول خطوه لت افترض ان y1 تساوي y2، افترض ان gx تساوي f اوف x، ساوي الدالتين ببعض يا حبيب قلبي. هو انت عايز تجيب ايه؟ نقط التقاطع. حبيب قلبي انت مش مهندس، نقط تقاطع اي حاجه في الدنيا ساوي الدالتين ببعض، ساوي الحاجتين ببعض. مش هم اسمهم بوينت اوف انترسكشن؟ يعني نقطه تحقق الاولى وتحقق الثانيه، يبقى لازم عندها يكون الواي بتساوي الواي. طب انا سويت الاثنين ببعض، معلش لما رحت سويتهم لقيت عندي اكس بتساوي ايه واكس بتساوي بي. هم دول نقط التكامل، هم دول نقط الحدود بتاعتك. يبقى دلوقتي الاريا بتاعتي هتكون عباره عن تكامل من A ل B. جميل قوي قوي. طب معلش اعرف مين اللي فوق ازاي ومين اللي تحت؟ اعرفها ازاي؟ يعني اطرح y1 ناقص y2 ولا y2 ناقص y1؟ اقول لك اطرح اي حاجه. بص انا راجل النهارده ايه جاي ادي لك هدايا، اطرح اي حاجه. بس لو انت حسبت التكامل بالاله طلع لك سالب، خده بالموجب، ظبطها. مش عايزين يعني ايه نعقد الدنيا. ممكن اقول لك يا عم عوض واطلع عوض في الواي الاولى انت اصلا بتكسل تحل، يعني انت مكسل، انت عايز حاجه سريعه. فاحنا عايزين لك السريع يا عم، خد السريع. اعوض بالاله، طلعت سالب 5 خدها سالب 5، هتلاقيها في الاختيارات، والله هتلاقيها. سؤال انتجريشن ان شاء الله باذن الله مضمون. السنه اللي فاتت جاي لك 17 سؤال انتجريشن، براجع لك النهارده عليهم كلهم مضمونين باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله حوالي اكتر من 30 درجه انت ضامنهم. الديفرنشيشن اول شابتر ما فيهوش مشاكل غير درس اللي هو الريليتد تايم، وحلينا عليه وهنحل عليه. جه مثلا عليه يا سيدي 6 افكار، حلينا 3 منهم في الامتحان، والثلاثه التانيين جبنا 2 ولا حاجه. ان شاء الله باذن الله والله سهله، اقسم بالله العظيم سهله. بس الفكره في ايه؟ في واحد عنده فعلا من جواه كده الشغف والالتزام، مش بس شغف، ما بحبش الكلمه دي، التزام بالحاجه هو عايز يعملها، انت عايز تحققها، انت نفسك ان انت تبقى في المكان ان شاء الله باذن الله في كليه الحاسبات او كليه الهندسه، يبقى انا لازم اسعى لها. السعي اشتغل على نفسك فيها. ما ينفعش يبقى انا بين البنين كده. انا بسمع الفيديو دلوقتي حاجه من الاثنين، يا انا كنت بذاكر الاول في المنهج بتاعي في الحصص من اول شهر 10 وبدانا كويس، يا انا كنت مراكم. حاله من الاثنين، الحالتين انت زي بعض، انتوا الاثنين دلوقتي زي بعض. طالما انا ما دخلتش في لجنه الامتحان انا بالنسبه لك كده ولا حاجه. انا لسه قدامي شويه. لو انت بتذاكر حلو كمل وذاكر اكتر وحل اكتر. لو انت كنت مراكم ادي الفرصه جات لك اهي، بشرح لك ان شاء الله من الصفر الانتجريشن، بدأناه من الصفر ولسه مكملين فيه ان شاء الله باذن الله. يبقى استرجل وشد حيلك كده في اللي جاي. اللي بعده اخر موضوع عندي في الانتجريشن اسمه فوليومز اوف ريفولوشن سوليد، حجوم الاجسام الدورانيه. طيب الحجوم عندي حاله من الاثنين، يا اما حجم اباوت الاكس اكسس، روتيشن حصل اباوت اكس اكسس، يا اما روتيشن حصل اباوت الواي اكسس. طيب اتصرف ازاي؟ هنا قانوني في بتساوي باي في انتجريشن من A to B. بص انا بعمل فوليوم اباوت ايه؟ اكس اكسس. الحدود دي حدود الاكس، الحدود دي حدود الاكس، وبربع الواي باور 2. بعد اذنك افتكر حدود الاكس وتربع الواي باور 2 دي اكس. يعني بما ان انا بعمل تكامل حوالين الاكس اكسس لازم كل حاجه تتكتب هنا تبقى بدلاله الاكس. طب واحد رد قال لي طب انت كاتب لي واي باور 2 ليه؟ ما هي الواي دي هتبقى فانكشن في الاكس، شغل دماغك. يعني الواي هتبقى اكس بلس 1، هتبقى ساين اكس، هتبقى لين اكس، انت هتنزلها باور 2. هديك مثال سريع. الواي بتساوي اكس بلس 1 واكس بتساوي 0 وواي بتساوي 0 واكس بتساوي 3، والروتيشن اللي انا عايزه اباوت اكس اكسس. طبق القانون، في بتساوي باي في تكامل الحدود بتاعتي، حدود الاكس مالكش دعوه بالواي، يبقى 0 و3، يبقى من 0 ل 3 لمين؟ الواي باور 2. الواي اهي قيمتها اكس بلس 1 تنزل
اكس بلس 1 باور 2 دي اكس. احسب ده بالاله اضربه في باي. شكرا، خلصت. طب لو الروتيشن اللي انا عايزه اباوت الواي اكسس، يبقى بص القانون ايه؟ في بتساوي اباوت الواي اكسس باي بره، اوعى تنساها، في تكامل من A ل B حدود محور الواي. بص محور الواي. طب هنا هو الرسمه من C ل D، يبقى من C ل D حدود محور الواي لمين؟ للإكس باور 2 دي واي. إكس باور 2 دي واي يعني إيه؟ يعني هنا يا باشمهندس بنربع الإكس. خد بالك الإكس دي اللي أنا هكتبها هتبقى فانكشن في الواي. تعال أديك مثال، شغل دماغك معايا كده. يلا هانت أهي. بص لو عرفت إن الواي بتساوي اكس سكوير ماينس 3 و اكس بصفر و واي ب5 وواي ب10، عايز اعرف الروتيشن اللي هيحصل اباوت الواي اكسس. هيحصل روتيشن، عايز الفوليوم اللي هينشا لما اعمل دوران للمجسم او الجسم، الدوران اللي هينشا لما ادور الفانكشن دي حوالين محور الواي. قانونك ايه؟ في بتساوي باي في تكامل من فين لفين؟ حدود الواي اكس بصفر مش عايزها. حدود الواي من فين لفين؟ من 5 ل 10، اكتب من 5 ل 10 ثم اكس تربيع دي واي. اكس تربيع، فين الاكس تربيع؟ هي الواي بتساوي اكس تربيع ناقص 3، طب ما تودي الثلاثه الناحيه الثانيه تبقى الاكس تربيع بتساوي واي زائد 3. يبقى انا هنا هكمل الواي زائد ال3 دي ايه؟ دي واي. طالما قال لك اباوت الواي لازم الانتجريشن اللي سيادتك هتدخله على الآلة بايدك يكون بدلاله الايه؟ بدلاله الواي. طيب ايه ممكن اعقد لك الدنيا هنا ازاي؟ بدل ما ادي لك فوليوم بفانكشن واحده اقول لك لا يا سيدي اعمل لي بقى الفوليوم اباوت ايه؟ او مدي لك تو فانكشنز. الحجم اللي هينشا لما المنطقه المحصوره من التو فانكشنز دي تدور. اباوت الاكس واباوت الواي هي في الحالتين. فاكر يا باشمهندس السلايد اللي فات لما كنا واحنا بنحسب الاريا كنا بنيجي نقول من A ل B لواي 1 ناقص واي 2؟ هنا هنعمل نفس الكلام بس لو هما دالتين هنقول كده. بص في بتساوي باي في تكامل من A ل B، خد دي بقى واي 1 باور 2 ناقص واي 2 باور 2، ده لو انا عايز اباوت الاكس. طب اباوت الواي يبقى في بتساوي باي في تكامل من C ل D x1 باور 2 ناقص x2 باور 2 دي واي. عايز بس ازود حاجه بالله عليك ما تنساها، اكتبها عندك كده. C و D و A و B اللي في القانون اللي تحت خالص دول نقط التقاطع intersection points. تقاطع مين؟ الدالتين. اجيبهم ازاي؟ هنا سيادتك هتساوي y1 بواي 2 عشان تجيب لي نقط او حدود محور الاكس، وهنا سيادتك هتساوي لي x1 باكس ايه؟ باكس 2. بس كده. يبقى هساوي x1 باكس 2. هجيب مثلا y ب5 وy ب10، هم دول حدود التكامل. هنا هساوي y1 بواي 2. هجيب مثلا x ب2 وx ب3، يبقى هم دول حدود التكامل. هنا بربع الفانكشن الاولى ناقص الفانكشن الثانيه، فيطلع واحد يسالني سؤال يقول لي طب هو مين ناقص مين يعني؟ يعني الواي 1 ناقص الواي 2 ولا الواي 2 ناقص الواي 1 باور 2 يعني؟ اي واحده. ما هو كده كده سيادتك هنا بتربع وهنا بتربع، فاهم؟ فاي واحده عادي كده كده هتطلع باور 2 يعني. ففي الاخر لما تحسب ده بالكالكوليتر واضربه في باي بس كده هتقدر ان شاء الله بشويه مسائل كتيره كده تقعد تحلها ان انت تبقى ختمت ايه؟ الفوليوم او الحجوم الدورانيه للمجسمات. حبيب قلبي الرحله لسه طويله، في مسائل لسه كتير هنحلها. ده كان فيديو الشرح، ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول هينزل لك فيديو حل الاسئله على درس او على الشابتر بتاع الانتجريشن، ثم بعد كده هناخد ان شاء الله بقى امتحانات السنين اللي فاتت معادله وامتحانات ثانويه عامه واسترشادي، وهنشتغل كده ايه كل حاجه ان شاء الله هنعملها في الفتره اللي جايه. شد حيلك يا باشمهندس، اشوفك ان شاء الله على خير الحصه اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.